مالكنا العزيز محمد السادس الملمع الدقتم الدقتم الكبيرة والدقتم. يا سلام، سير هذيك عاد سير. ايوا ايوا ودك ودك مالكنا العزيز محمد السادس. ايوا واش باقي فر ردقتم اتبندرتم الحاجيب اتبندرتم. شكون اللي بلوكاك اختي لينا؟ غيكون غير شي سوء تفاهم ولا شي واحد بغا يبلوكي شي واحد وخرج يدينا والسلام اختي لينا. اسحاب فيا اسمح لي. انا ندير لك شوف هذا، انا ندير لك ابوني حتى اذا عادت شي حاجه مره اخرى نعمل لك ابوني. اسمح لي مسحاب فيا والله العظيم ما عرفك. غير تعرف دابا نقول للاخوان والاخوات لكن نوقف الموسيقى واحد الدقيقه. الاخوان باش نوضحوا اي واحد كيخسر الهضره في الاخر. انا ما كنهضر حتى شي شخص هنايا كيخسر الهضره في هذا اللايف سواء الفوق او لتحت كيتحيدوا ستيلو اوتوماتيك. كان اي جنسيه كان من اي ديانه لا يهمنا حتى شي واحد، فهمتي؟ حنا كنحترموا الناس اللي كيتفرجوا فينا، الناس اللي كيدعمونا، الناس اللي كيتفرجوا فينا والسلام. وما خصناش هذا الجو العام تخسروا شي حاجه واحده اخرى، فهمتيني؟ اذا وقع لكم شي مشكله ولا وقعت شي حاجه بدون قصد ولا بدون شي حاجه انا كنستسمح منكم، ولكن هذا هي القانون ديال هاد العائله هذه. نعم سبيروكس اخايا انا كنشوفك قرايك لاباس. طاوة طاوة يا اليكانتي طاوة طاوة. ودقتم يا سيدو ودقتم ودقتم يا اليكانتي ودقتم ودقتم. راه جيشنا موجود في الحدود. وانا قلت لكم استسمح اذا شي واحد اذا من الاخوان ولا الاخوات اللي موديراتور حيدوا لكم شي ستيلو هيدا بدون قصد، فهمت؟ ودقتم وانت شجع كريستيانو. حنا القدوه ديالنا سميتها محمد، سميتو محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا نهار الجمعه كاينه قدوه ديالك سميتها كريستيانو. ودقتم الكبير ودقتم ودقتم الكبير. ناديه ما بقاش كيطلعوا لك اختي حيت عندي السينيال وكذا شي. دير لي ابوني، عمل زر الجرس، خدم زر الجرس هيدا حيت كيوقع هادشي هذا ملي كيكونوا كيحاربونا. تيك توك ما كيصرفش الاشعارات. حرس المكاكي ودقتم ودقتم الكبير ودقتم مرحبا بك لاله ناديه. سير ضروري شويه من الموسيقى في الاول، ضروري نشاط باش من بعد ما كنعرفوش شنو يقدر يوقع لنا. وجمعه سعيده على جميع المسلمين ان شاء الله. وابتباتا 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 وابتباتا. جيناكم حبنا فيكم. وابتباتا وابتباتا. نيجت الدعايات تاع سالي الموسيقى يعني. المهم اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وتحية من القلب إلى القلب أينما تواجدتم إخواني المغاربة داخل الوطن خارج الوطن وخارج كوكب الأرض. وتحية وسلام مني إلى جميع الشعوب العربية والإسلامية إلا الدولة التي أنتم تعلموها وأنا أعلمها وهم يعلمون أنفسهم. جمعة مباركة لإخواني المسلمين وجمعة مباركة لكريغلاتي المحبوبين. الموضوع ديال اليوم اخواني هو تمديد ديال الموضوع ديال البارح، ولكن عطينا واحد الدوره واحده اخرى وواحد السؤال اللي غنطرحه عليكم كاملين بكم وخصني نتوما تجاوبوني عليه. انا مزاوب فيكم اذا بغيتوا طبعا. وهما: فين مشاو اموال الفوسفات ايها المغاربه؟ اين ذهبت اموال الفوسفات ايها المغاربه؟ نطلع كل واحد وكل واحد يجاوبني على هذا السؤال هذا. كيف حالك اخي صاحب الجراد؟ اهلا ابو محمد. الحمد لله، الله يجعلنا دائما من الحامدين الشاكرين. لا نورا نورا لا نورا. اهلا، السلام اهلا عليكم. وسهلا. اهلا وسهلا. كي جمعه داير؟ لاباس مباركه عليك؟ لك اختي لا نورا، ولا وجمعه دابا مباركه. الله يفرحنا غدا ان شاء الله بالفوز السؤال ديالي نعاودو: اين ذهبت اموال الفوسفات؟ حيت هذه بزاف واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال المغاربه، فهمتي؟ كل واحد من النيه ديالو. حنا نطرحوه في هذا اللايف هذا، اللي عنده شي شك، اللي عنده شي جواب، اللي عنده شي حاجه يطلع يقول لنا ذهب اموال الفوسفات. ما شفتهاش يا خويا، انا ما عارفش فين مشات اموال الفوسفات، الثروه الوحيده اللي عندنا. ولا يقول لي يا خويا اموال الفوسفات مشات في كذا وكذا وكذا، فهمتي؟ اين ذهبت ثروه المغرب؟ هادشي اللي حنا راه ما كنهضروا حنا حتى شي واحد في هذا اللايف هذا. انا ما كنهضر حتى شي واحد، ما كندير حتى شي مسرحيه تكتوكيه، ما كندير حتى شي مسرحيه باش نطلع المشاهدات، ما كنقذفش في اعراض الناس ولا في اعراض حتى شي وحده، لا حتى شي مسلمه. ما كنبينوش هيدا شي حاجه وكذا شي، وكنلعبوا ولا شي حاجات. ما كاش مشكل، بقاو بينا حشوف 15 بينا هنايا وتناقشوا بيناتنا، ما عندنا حتى شي مشكله. احسن. تيك توك عامر بالمسرحيات، عامر بكل شيء. التاريخ كتعرفوه كاملين بكم، كلينا التاريخ واجتريناه 600 ألف مرة مع هاد الجزائريين. لهذا حنا بإطار دائما توعية الشعب المغربي العزيز علينا، الشعب المغربي اللي هما خوتنا. هاد السؤال ديال اليوم: أين ذهبت أموال الفوسفات؟ جاوبوني المغاربة. تفضل أختي نورا. الاموال الفوسفات راك عارفين مشاو، أنا أختي في ما عارف والو، أنا التنميه اعتبرني في أنا المغرب. كنسأل. لا نورا، أنا ما كنعرف والو، انا نتوما الضيوف غنجاوبك ديالي وأنا وانا كنسأل. غنجاوبك جاوبني. وانا نجاوبك. تفضل تمشات في تفضل تفضل. التنميه ديال البلاد ديالنا. راك شتي تبارك الله لي طوغوت والمباني المعماريه وطنجه وكاع المدن تصاوبات. وهذا الشيء ديال الكريدي اللي عندنا راه كيتخلص منه هو ويسي. وهاد الاستثمارات ديال الطاقه الشمسيه وشي فلوس مشاو تما، والصناعات ديال الوزينات هذاك الشيء تا هو تما. اسمع نقول لك هذوك اللي من هوك اللي كيقول لك المالي كيشد فلوس المغرب وكيطرقها في الدول الخارج، زعما في الدول الاوروبيه كينمولها. ديجا انا نقول لكم الملك هو ارضه ويدير بها اللي بغى، فهمتي؟ اي واحد في المغرب ما عندوش دخل، لانه هما بلاد الدوله هذيك العلويين، وحنا كشعب بلادنا وارضنا حتى حنا ودايرين فيها ما بغينا نبنيو، بغينا نعليو، بغينا نديرو كداك الشيء كي قانوني. اما هذاك الشيء التنميه اللي شفتي في البلاد طنجه كي ولات راه كلشي فلوس الفوسفات هذاك الشيء، والطرق اللي طوغوتوا بزاف، الطاقه الشمسيه هذوك اللي كيكونوا في خارج في الجبال، هذوك الطاقه الشمسيه اللي كيدوروا شتيهم ولا ما شتيهمش؟ سون اينورم، راه كاينين حتى عندنا في اوروبا. هذاك الشيء تا هو فلوس فوسفات. فين بغيتي يمشي فوسفات؟ فلوس تجيب الملك امبوسيبل، فهمتي؟ هادشي اللي كيقولوا عليه وكيخرجوا عليه كلشي بالكذوب. حنا بعدا دايرين شي حاجه فيها في بلادنا، باش يجي شي واحد يقول لك فلوس فراد فينا وما يعطاوناش. راه والدينا ما عطاوش فلوس فوسفات، عطاهم لهم دراعهم باش داروا الديور، باش داروا المشروع ديالهم وكل شيء، فهمتي؟ واش فهمتيني؟ واش فهمتك ولا لا نورا؟ فهمتك مزيان. واحد التعليق كتب دابا: لماذا لا يناقش واش في البرنامج؟ كتسمعوني؟ كنسمعوك كنسمعوك الأخت. كنسمعك. إلا اسمعوك. ساليتي الكلمة. ايكوتي احنا كنسمعوك. انت كتسمعنا؟ ما كتسمعش لا نورا. خليك، ما عندكش الكونيكسيون. نحيد لك المايك. انا سمعت لك. واش سمعتينا شنو قلت لك؟ فين مشاو سمعنا الفلوس كامل، ولا لا؟ كلشي سمعنا. ما كان حتى واحد ما كيقاطع باش الفكره دابا كتمشي كيتقطع واضحه. لك الصوت، انا جو با كومبري. واختي اما كونيكسيون واما مسيني، واش وحده في جوج.
بلاتي قطع لك المايك لاله نورا توصل، حيت انت في الطوموبيل توصل شي بلاصه هايده يكون عندك الكونيكسيون وخليك ندوز معنا، انا الكلمة قطع ولا لك المايك. بلاتي اختي، بلاتي واحد الدقيقه. هذا الاخ هذا اللي قال لك لماذا لا يناقش في البرلمان، انا كنظن ان البرلمان كيناقشوا، كنظن حيت انا ما متابعش مسائل البرلمان، ها هما ما تناقش في البرلمان. انا فتحت البرلمان هنايا، انتم المغربي بلا ما تسنى ان هذيك البرلمانيين اللي انتينا صوتي عليه يناقش هذا الشيء هذا، طلع ناقشوا معنا هنايا. ربما يكون معنا شي برلماني كيتصنت، ربما يكون معنا شي واحد خدام في البرلمان كيتصنت. الافكار ديالنا اللي كتخرج مننا مع الشعب ضروري ما كتوصل الطريق ديالها لتما. اما بقى تكتب تما انت حيت وكذا شي، لا طلع تناقش معنا. حنا كنعرفوا في المغرب 000 كطلع الاخر. اختي سمير تفضلي اختي، مرحبا بك. السلام عليكم اين الإخوان. ذهبت اموال الفوسفات؟ أموال الفوسفات أخويا مشات في التنمية ديال المغرب، في في ديك المراكز ديال محمد السادس التنمية البشرية، اللي كتعم جميع المناطق ديال المغرب، فيها الناس تيحاربوا، تيتعلموا وكيحاربوا الأمية وبزاف د الحاجات. كاينه الطرقات، كاين الكهرباء اللي واصله حتى للجبال، كاين الطرقات، طرق السيارة رائعة، كاين تتشوف المطارات روعة، المحطات القطار روعه. يعني كاين مجهود كبير فين تيمشيو الاموال ديال الفوسفات. نعطي واحد التعبير، انا مواطنه عاديه ساكنه في هولندا، وبا كان في فرنسا. با فاش مات خلالنا واحد الثروه ديال شي ديور. انا دابا 20 عام في هولندا، حتى انا درت شديت الورد ديال با وزدت على المسائل اللي عندنا حنا انا وراجلي، ودرنا كثر، درنا اراضي ودرنا حنا ديور ياك. هاد الملك جدودو قرون هما ملوك، يعني من مولاي ادريس الاول والاب الملك اللي كان كيدير المشاريع وكيدير المجهود، والثروه كتنمى والثروه كتنمى والثروه كتنمى. اذا الملك هو ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك حتى المولاي ادريس الاول، كلها ثروات. عادي التنميه البشريه في شكل والثروه ديالو في شكل. حنا في هولندا عندنا بعد الاميره دارت 18 عام تيترونفارسا لها واحد المبالغ ديال شي 18 مليون، مع شي اموال باهظه كتمشي لها نيشان. علاش؟ لانها اميره وتولي ملكه. هذه كيعرفوا لها غير الملوك. اما البعره والحمره اللي حاكمينهم الكبرانات وحاكمينهم الزريبه ما تعرفوش الملكيه كي تتمشي. الملكيه ديالنا عظيمه وليها القرون باش هي هكاياك وزايده للقدام، والثروه غادي تزيد غير تكبر. هذه واحد الحاجه عاديه. اذا انت واحد ما غادي يجي ولكن لا ام سمير، اذا فكرنا بالطريقه الاوروبيه انا نقدر نقول لك عاوتاني كاوروبي، شكون اللي عطى هذيك الاميره ولا هذيك الملكه ديال هولندا الحق انها تكون اميره ولا ملكه؟ فهمت؟ اذا خرجنا من المنطلق الاوروبي، حيت هنا عطيتي مثال بهولندا، هولندا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا، الانجليز، فهمت؟ الدنمارك بهم عندهم ممالك. حنا كاوروبي، دابا انا نسقسي كاوروبي نقول لك علاش هذيك العائله، علاش هما عندهم الدم ديالهم ازرق، حيت هما كيقول لك الدم ديال الملوك ديال اوروبا ازرق ماشي احمر، فهمت؟ علاش؟ فهمت؟ هذا هو السؤال. تفضل باش غادي باش نطور معك النقاش وباش يكون، فهمتي؟ باش ما نحاولوش نسقطوا، نديروا الاسقاط ديالنا حنا كشعب مغربي ومجتمع مغربي وتاريخ مغربي وتراث والدين الاسلامي اللي عندنا، ما نديروش اسقاط على اوروبا. تفضل. الملكيه، شوف ربي تيعطي الملك لمن يشاء. حنا يعز الملكيه من ديالنا يشاء ويذل من يشاء. اذا ربي اللي عطاهم ديك الملكيه، الا كان ربي بغى يوقفها. هما تامروا على الملكيه وبغاو يقتلوا لنا الملك ديالنا الله يرحمه الحسن الثاني. ربي لان ربي اللي عطاها له. ومسؤوليه، تعرف المسؤوليه ديال البلاد. انت صاحب الجراد، مسؤوليه غير تقالة وشوف كي تيخرجوا لك العقل. حنا عندنا المفسدين، شتي من ديك البرلمانيين راه كاينين المفسدين. يعني ماشي سهل انك تمشي بهذه الدوله. وحنا الحمد لله المغرب، المملكه المغربيه، ما كنقولكش سويسرا، ولكن على الصعيد ديال شمال افريقيا ديالنا ولا الدول العربيه ولله الحمد ماشيه في تقدم. ما عندنا استقرار، هذه اهم حاجه. وعندنا واحد التلاحم، واحد الارتباط. حنا اللي في اوروبا كنعاونوا حبابنا اللي في المغرب، واخا ما عندناش شي ثروه هائله. الفوسفات ما تجيش قدام المسائل اللي عند الجزائريين اللي راهم ماشي سوق حتى شي لا ام سمير، نعم ماشي سوق سيدي. حتى شي واحد. حنا كنهضروا، انت المهم مغربيه نهضروا انا على ديالنا. مغربي،
وحنا كنهضروا على بلادنا باش نعرفوا، باش نوريو، فهمتي. انا حتى انا اعتبروني انا الحاجه الوحيده اللي كنعرف انني ما كنعرف والو، فهمتي. هذه الطريقه ديال التسيير ديال اللايف هايده. انا نطرح سؤال والاخوان خصهم يجاوبوا عليه، اللي باغيين يشاركوا، اللي كيعرفوا، واللي غادي يفيدونا، واللي عندهم شي تجربه ولا شي فكره ولا كداشي. كنستمعوا هذا واحد السؤال الكلمة. هذا بلاتي باش نزيد نفتت الموضوع، فهمتي، باش يتفهم مزيان الاخوان غادي اوكي. كيتجمعوا. ايوا. كنسمعوا بزاف د المغاربه، طبقات اكثريه ديال الشبان كيقول لك اين هي ثروه المغرب، اين هي الفوسفات، انا خصني حقي من الفوسفات. نقول لهم واخا المبيعات ديال العام كامل شحال تجي 3 مليار 4 مليار 20 مليار دولار، وقسموها حنايا على 45 مليون مغربي ما تكفيكش ثلاثه سيمانات ديال الماكله صافي، فهمتي. انا نقول له مثلا هيدا، فهمتين. اذا انا ماشي الفوسفات، عندنا شويه الذهب، عندنا شويه ديال الفضه، عندنا الحوت، عندنا جوج بحوره، فهمتي، عندنا الخضروات. واش يمكن هذاك الشيء نجاوبك كامل. سميتك دابا ملي كتسمعوني؟ واش يمكن نجاوبك ولا ما نجاوبش؟ واش يمكن ولا سنعطي نجاوبك؟ الكلمه اختي نورا، انا نعطي الكلمه دقيقه باش نعطي الاخت الكلمه ديالها، حيت باش تكمل الفكره ديالها. دقيقه اختي نورا، كمل اختي سمير، تفضلي. قلت لك اللي طالق هاد المساله ديال اللي يحاسبونا على الثروه ديال بلادنا هما الخونه اللي تيتعدوا على رؤوس الاصابع، ومنهم المحامي زيان. هذاك اصلا، هذاك مو اسبانيا وباه مغربي، هما من طنجه. هو في سمير. أو- لا سمير، انا نعم سيدي. مزاوق فيك، انا ما مزاوق نهضرش فيك، انا بالشخصي، لا سمير. ما نهضرش. وهما اللي بس تيطلقوا حنا فكره، شوف حنا فكره، حنا ما خلينا من الاشخاص، راه كاينه احزاب مغربيه اوكي يا خويا وهي الخوات. كطرح هذا السؤال هذا، اوكي. وحنايا احرار، فهمتي، ماشي كنخطيو في الذات الالهيه، واش ماشي فهمتي. كنخطيو، ماشي كنخطيو، ايوا. عادي نناقشوا. شانتي عادي نناقشوا. هذيك المهرج، انا كنسميه مهرج زياش، انا بالنسبه لي هذيك السيده مرض في الزهايمر زيان وكخصو نعطيوها والخونه شي ديال علاج. التيك توك، الخونه ديال التيك توك اللي راهم زيد تفضل اختي، تيطلعوا اسمح لي على مع. المقاطعه بزاف، اسمح، يلا تفضل. سيدي. انا قلت لك المغرب ماشي لقدام. الثروه ديال السمكيه ولا الثروه الفلاحيه ولا الثروه ديال الفوسفات ماشيه في بناء المغرب. انا تنعقل على راسي وانا صغيره، الحسن الثاني الله يرحمه قال لك التلميذ المغربي من التحضيري الوقت ديال المظاهرات في عهد البصري. اه. قال لك التلميذ حيت يبدا من التحضيري حتى تيوصل لباك عندك 13 مليون. انت هضرك على ديك الوقت تلميذ كاينه. فاش يبدا. هذا تلميذ واحد. يعني باش تقري الشباب وباش تحارب الأمية وباش تطلع البلاد ماشي سهلة. إذا هادو خونة تيروجوا الأكاذيب وصافي. ما لا لا المهم. لا 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 لا، انا مثلا انا كنسقسي، انا دابا انا طرحت السؤال، لا تقول لي انا خائن، فهمت. لا لا لا، لا دي فكرة. حنايا كمغاربه، فهمتي، كنتسائلوا، خصنا نديروا، عندنا هذا مؤسسات موضوع ديال خويا زوين. احمد، المحاسبه، خويا احمد، عندنا كل شيء. يلا وقفت في واحد البلاصه راه باقي غادي نسوق. غادي نقول لك انا في مشيت بلا ما نقول لك الاخت اللي قالت لك مشاو في الطرق في تنميه ديال البلاد والتصاوبات وبزاف في الصناعه ديال السيارات الكهربائيه والطاقه الشمسيه والطاقه الشمسيه الكبار اللي كيكونوا في الجبل باش ديروا الطاقات في اي بلاصه. انا نقول لك فين مشات، عند الشفاره، ماشي الملك اللي ما دارنا والو ولا الدوله اللي ما دارش لينا والو، الحكام مستبدين. الشفاره اللي ما داروش والو. انا نقول لك كيجي واحد القايد ولا والي، كتقول والي القبيله، كيجي هذاك الوالي القبيله وهذوك المدن اللي خاص باش يصاوبوا الطرق، باش يديروا الضوء، باش يديروا القدرون، باش يديروا مدارس، مستشفيات. شنو كيدير هذاك الوالي؟ كيجمع كاع داك الكلام ديال الناس وكيكالكل وكيقول غادي نمشي دابا نحط هاد البيلان البنك. البنك ديال الدستور، فهمتي، راه عندهم واحد القدر. هاد الوالي وهاد العملاء اللي كيكونوا في المدن هما كيعطيهم واحد القدر الفلوس باش يصوب المدينه ديالهم، باش يدير هذاك الشيء اللي طلب ليه القبائل ديال القبيلات. الميزانيه. اكزاكتومون. اش اه. كيدير الشفار دابا؟ ماشي الملك هو اللي فوطا عليه، ماشي انا نقول لكم ماشي الملك هو اللي الله كيخدم. يرضي عليك، الله يرضي، حيت انت كاين خطاب ملكي كيتعلق بهذا واه الشيء هذا. وراه زيد خليني اختي نكمل. نورا، ماشي الملك تفضل. اللي كيمشي يفوطوا عليه، كيجيو الخماج، كيجيهم الشفار كذاب، هذوك اللي كيديروا الملاسه والمرطوب وانا عندكم وانا ولد ولادكم، وراه كتعرف الطرطاره، والناس عزيز عليهم هذوك اللي كيملسوا والطبيخ في الهضره. ماشي كيشوفوا واحد قاري واسس وباغي بلادو تزيان وباغي المدينه ديالو تزيان. اش كيدير؟ كيمشي يحط هذيك البينه اللي طالبه المدينه، كيحطوا في هذاك الدستور اللي كيشوفوا هاد الناس ديال العملاء الوزاره اللي كيطلبوا الخزينه ديال الدوله الفلوس، كيعطيو واحد القدر المالي، تلقى يعطيو شي 60 مليون ولا اكثر من 100 مليون، وكيشد الراجل اللي كان حازق
لا طوموبيل لا فيلا. اشنو كيدير؟ تلقاه لا سايق ليا البورش كضرب 100 وشي حاجه، الفيلا ما عرفتش شحال من مليون. ومنين كيجيو مساكن الناس يدقوا وصاب لنا الطريق اللي جيت وريكا ولا جيت ميدالت في الجبال ولا ما كاينش هذاك الشيء. فما كاينش. انا كنقول للمغاربه اللي مثقفين ولا دوك الجوال كيقول لك المغرب ما دار لي والو، المغرب كيقول لكم الملك عرفوا على من تفوطيو. الملك ملي كيشوف هذاك الشيء كيجريو عليهم من البرلمان، كلشي كيدرق عليه زلافتو. فهمتي؟ راه الملك هذاك راه موند ماشي هو اللي يقابلو. الحكومه اللي كتمشيو تفوطيو على الشفاره، القايد شفار، الوالد المدينه شفار، هذاك السماصريان شفاره، ويجيو يجبدوا رئيس منه البلديه ويجبدونا. شفار، رئيس المستشارين البلديه ديالو شفار، سمع، كلشي شفار. رئيس البلديه شفار. او الملك غادي يدير بوحدو هذاك الشيء اللي ما عاونوش الشعب. ومشيتو انتخبتوا شي حاجه وطلبتوها ومشيتو لقيتو الشفار ولات عنده الرونج ولات عنده البارش بنتو هنا بنتو انا عند نعطيك الفيلا مثال. لا لا فيلا. نور، انا نعطيك مثال، انا نعطيك مثال، وي انا نعطيك مثال. وي الرئيس ديال الجماعه ديال العرايش، انا ولد العرايش فهمتي، وانا كنتبع الشان المحلي ديال المدينه ديالي. الرئيس الجماعه ديال العرايش، وهنا كنعرفوا، انا عارف شخصيا المرافق اللي ناقصه في العرايش. رئيس جماعه العرايش شرا طوموبيله ساويه 40 مليون وحطها قدام البلديه لا غير باش يتسالى بها هي. 40 وي مليون، 40 الف الاورو اللي كذا، وي اللي هي تقدر تخدم 10 الاشخاص لمده 16 لمده عام ونص، يعني 18 شهر. يعني تقدر تخدم توقف 18 عائله وتوكلهم وتشربهم وماشي تخدم ماشي وبالحلال وكذا. شوف خويا هذا ماشي رئيس بلاتي تتخدم. اختي، بلاتي انا نعطي مثال غير بهذا الرئيس، وبحال هذا رئيس الجماعه كاين بزاف. نزيدكم مثال واحد اخر. كنشوفوا الطوموبيلات بالماتريكولا حمراء نهار السبت والحد في بلايات كيمشيو يتسوقوا بهم، البراهش ديال ولاد الفشوش كيديو اموال ديال هذيك الطوموبيله من حقي. ديك الطوموبيله لا هذيك اللي مكتوبه فيها ام حمراء راه من حقي حتى انا نسوقها. هذيك راه ملك ديالي، ديال جميع المغاربه. علاش يهز هذيك البرهوش النهار اللي ما غاديش حتى شي اداره تكون محلوله؟ فوالا. واش هذا السيد هذا اللي ما قادرش يضبط حتى الدار ديالو غادي يضبط بلديه او جماعه؟ انا سيدنا مني قال، سيدنا في الخطاب باقي عقل عليه، في الخطاب الملكي قال: ايها المواطن المغربي، الشعب العزيز عليا، الله يهزكم عليا. هنا والله العظيم لما معذبين هذيك السيد قسما بالله حق لا انا اله الا قلت الله، والله لك. الله حنا اللي مرضينه، ما كايناش شي واحد مرضينه قد الملك ديالنا قدنا. قال لكم يا عباد الله، ها انتخابات، انت المسؤول، انت ايها المواطن، انت اللي مسؤول على ديك الصوت، واختار الشخص اللي غادي يخدم لك الجماعه ديالك لمده 5 سنين. ما تجيش عند البرلماني ولا ما تجيش عند الوزير ولا ما تطلعش انت في الهرم السلطه وتقول ما داروا لي والو، وانت شابر 200 درهم وضارب لي قصعيه ديال سكسو ولا ديال رفيسه وماشي تصربط لي على التراكتور. ماشي ما عرفتي دار لي جاي من والو. التراكتور. راه ما تفضل. فهموش ملي كيطلبوا الحاشاك الكلب يطلبوا ليه. راه داك راه فلوس الشعب هذوك، فهمتي؟ راه فلوس الشعب. ملي كيقول لي المسكين واحد جاي من ميدلت، كتعرف هذوك جبال دقيقه اختي الاطلس. نوره، واحد دقيقه غير باش تشوف الموضوع انه شحال مهم وكذا شي والاخر. كاين بارطاج واحد درته انا لواحد الشخص واحد. المهم شوف انا غنسالو ونزيدك غندير حاجه واحده اخرى بارطاج. بلاتي باش نزيد نفرش. البارح قلت الفريق ديال صاحب الجراد، حيت انا فريق كامل بينا، ان حتى شي واحد من الموديراتورات ديالنا يكبسوا. والحمد لله نص ساعه بعد ما فتحنا اللايف باين الاخوه اللي كيدعمونا وكذا شي. هذا غير باش اخوتي هيا للعلا ساعيه. كمل اختي نوره كمل. وانا كنقول لهاد الشعب يفيقوا عاق بحال هذوك الاطلس. انا جيت من ميدلت، انا من تما كاين الناس كيجيو يهبطوا كيقولوا لا داك القايد ديالهم حنا بغينا كيكتب. كتلقاي القايد عنده فيلا قداش، طوموبيله الرونج قداش، وفين هما دوك فلوس الدوله. واللي باركين كيطلعوا كيقول لك الملك اش درنا لي، ودرك خلا دار امك. راه هذوك العصابه اللي حاكمين المدينه ديالكم هو واكلين لك رزقك. الملك راه كيعطيهم واحد كيطلع على حساب الطلبات ديال على حساب الطلبات ديال المدن. دابا بحال خاص في ميدلت في الجبال يديروا لهم الطرق لو بوس ويديروا لهم المدارس حداهم بلا ما يهبطوا حتى للمدينه، فهمتي؟ هذاك الشيء كيجمعوه ويطويو، كيجمعوا ثمن لو بوس، ثمن الكودرون، ثمن بزاف الحوايج. اش كيديروا ثمن المستشفيات كيجمعوهم كيعطيوهم ولادهم كيقريوهم في المدارس بريفي. بريفي. مرتو راه هازه الذوبات وخاليه مساكن الناس جايين هابطين يمشيو كيقول لك الملك اش دارنا. على الملك هو اللي قال لك فوطي على شفار.
الملك قال لك سير قرا وعاب عم تفوطي. ملي كيقول لكم واحد ولد الشعب اجي فوطي، واش عمركم شتي واحد كيتقاتلوا على الفوط؟ لا فوطي عليا انا، لا فوطي عليا انا، فوطوا على واحد من القبيله ولد البلاد كيعرف شنو هو شي المشاكل واحد ديالكم. قاري عارف شي واحد المشاكل، عارف قاري كل شيء. فاهم، اللي قلبو حار على بلادو، ماشي شفار باغي يبروفيتي يوصل ولادو برا ويجمع ويورك على الفلوس ويجيو يتمتع، وانتم كتقولوا الملك. الملك راه مبري منكم، الملك مبري منكم. نورة او واخا وفين لا لا كيفاش لا لا نورا، لا لا نورا، باش انا نعطيو غادي الكلمه نهبط، للاخوان. انا غادي مرحبا بك. نهبط وراني معاكم لتحت. شكرا غنكمل بارك لك. الله انا على اختي، صاحب الجلالة. بارك الله على عندك اختي، مع مشكل؟ تفضلي يا ام السلامه. سميره، اسمح لنا على الاخت المقاطعه ديالك ماشي وطريق مشكل. السلامه لا نورا. تفضلي يا اختي نورة ام هدرت، سميره. ها انت نورة هدرت على ميدلت، انت هدرتي على العرايش، انا نهضر لك منين جايه. انا جايه من مدينه فاس، مطار فاس سايس. دابا حنايا القايد ديال المنطقه ديالنا راه مشدود في الحبس هذه 8 شهور، وكنطلب له 20 عام وكثر، ان شاء الله. لانه خمج لنا المنطقه. مطار فاس سايس كانت منطقه فلاحيه روعه، دخل لها البني، وما كاين غير ما كاين غير الملايين عباد الله، الرشوه، وخربق في الاراضي عباد الله، هرب الفلوس للخارج، جوج العيالات والصاحبات، روينه. راه دابا في المحاكمه، وكان كنطلب ليه المؤبد على الروينه اللي رون ديك المنطقه. الروعه الروعه الروعه، والرشاوي، وما زادش بالمنطقه هي القدام. اصلا حنا اللي اسمح كنمشي لي فلوسنا. نقولها لك، السمعه ديال فاس كمدينه حنا في عيننا كمغاربه والله العظيم، فاس كتعدنا واحسن مدينه في المغرب خمجوها يا خاي. مؤخرا. والله العظيم كنا كنسمعوا شي حاجات، كنشوفوا شي حاجات في مدينه فاس داكشي. اه، فهمت. خمجوها خمجوها. والصراحه اذا الحق نقولوا حنا لا راسنا قبل ما يقولوا علينا شي واحد. تفضل اختي كمل. اذا اللي مخمج لنا بلادنا واللي تيكون لنا ثروه بلادنا، كما قلتي نتايا وكما قالت الاخت، هما المفسدين اللي مرأسين الجماعات والقيادات والدوائر والبرلمانيين براسهم، اللي عندهم الفلس الطايقه وتيهربوا الفلوس والطوموبيلات، ولادهم عيالاتهم، جوج العيالات والصاحبه والفساد. هادو هما اللي خصنا نتابعوهم. ولكن وما شكون اللي يمكن. وصلهم حتى لتما؟ ايوا هذا اخويا، السؤال اللي الجهل. نطرح عليك. ها الناس اللي كتصوت تتفوت الشعب على ياك، يا بنادم اللي الشعب. يصوت باش نكونوا الشعب. واضحين، هايداك باش نكون نعطيو كل ذي حق حقه. تفضل كمل اختي. عاد دير لنا واحد سميتو على هذه المسائل ديال ان الشعب يوعى. الشعب يوعى، ما يفوتش على الفساد، ما يفوتش بحال دابا هذا حنا ديالنا المنطقه. واخويا اكثر من 20 عام كل خطره كينجح ويدير الطباله والغياطه ويدير لك الشيخات فاش ينجح، والثور كيتذبح والدجاج هاي 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 هاي. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. زعما هادشي ونعطي كيدار في الكلمه اوروبا في للخير. حمله انتخابيه ولا لا اختي؟ ما كيتذبحوا شي والو، تيران؟ تنفوطيو هنايا خويا، تنفوطيو بشفافيه، ما تيسوقوا له كاع الخبار. تدخل كدير الورقه ديالك والناس زايده تتخدم البلاد. لا لا لا، شو بخير منا. هما انا مش ما شفت واحد تدخلش. رئيس الجماعه في المغرب جاب لهم واحد الشيخه وقال لهم انا جبت لكم شيخه وتفكروني في الانتخابات الجايه. ما قالش سميه وكذاش. انا واحد الجهل اللي راجل. الجهل الجهل هادشي اللي كاين. الجهل اخاي. وها الفساد فين؟ شي فلوسنا فين كتمشي للفوسفات؟ عند المفسدين، عند المفسدين اللي ما عندهمش الضمير. الملك داير من جهده، هذا الشيء اللي وصلنا له بالتنميه البشريه التابعه لمحمد السادس. راه دارت خير في الناس، قرات والناس وعات، والناس اللي داروا لها التكوين. وانا دابا بنت خويا، انا نقولها لكم، بنت خويا حتى هي طبقه عاديه نجحت بامتياز في سميتو في ديك الشيء ديال سميتو، راه مشات للدار البيضاء عاد تقرا على حسب محمد السادس، شي هكايا. ديك الشيء ديال الديكورات ديال الهندسه عيعطيوها 3000 درهم في الشهر. هذه دايرها محمد السادس، يعني هو داير مسكين من جهده. ولكن المجرمين العديم من الضمير اللي ما عندهمش القلب على بلادهم، هما اللي رازيننا في البلاد. ما كان هاد المفسدين ما كاينش، كان رحنا واحد النسبه احسن. والحمد لله كما كان بلادنا مسكينه، راها مكافحه وزايده. وتبارك الله عليك اخويا، موضوع هائل. مناقشه اين تذهب الثروات المغرب. ماشي غير الفوسفات، عندنا السمك، عندنا الفلاحه، عندنا الصناعه. وهاد الثروه يعني خصنا نخدموا ونزيدوا للقدام، بخلاف الناس المفسدين. المفسدين هما اللي تيديو لنا الثروه ديال الفوسفات. ممالكنا ولدوا الملوك وابناء الملوك، وعنده الثروه من جدود 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 جدود. وانا قلت غير انا با خلى لي ثروه وزدت عليها ثروه. هذه الفكره وغنخلي هذه لولدي. اللي قبيلتي وقفتك عليها، م- اللي ما شرحتيهاش مزيان باش نعاونك باش تشرحي باش يفهموها الاخوان اللي بغيتي تقول. السلاله العلويه الشريفه اللي حكم المغرب عندها 5 القرون. وتخيلوا معايا غير كل ملك خلى الولي العهد ديالو 1,000,000 درهم.
هذا راه بحقه، ورثه. حتى واحد ما يدخل. تخيل انت تخيلوا معايا، اذا هذا الملك هذا ماشي من حقه يكون عنده الفلوس. انا كنشوفهم كينتقدوا عنده 6 مليار الثروه ديال سيدنا، 6 مليار دولار. انا كتبان لي والو، سيني 6 مليار دولار. اخنوش حتى هو مواطن واولى بس هادي نخليها له بار. اخنوش عنده الفلوس اكثر من الملك، اغنى من الملك. اخنوش رجل اعمال مغربي، ياك وزير ياك رئيس الوزراء. اخنوش دابا اذا جيتوا تشوفوا بهذه الطريقه هذه، راه الملك ما عندوش الفلوس. والله العظيم ما عندي. انا كيبان لي من افقر الملوك اللي كاينه في العالم. قارنوه مع محمد بن سلمان، مع ديال الامارات، مع الاردن والبذخ اللي عايش فيه. نزيدكم قارنوه مع ديال اسبانيا وكيفاش التحركات ديالو كلشي. قارنوه ديال انجلترا، حتى البجع ديال النهر الصين ديالها، ولا ما عرفتش كيعيطوا لها ديك النهر تايب، ما عرفتش شوف الجنازه اخي، زيد شوف كمل انجلترا اختك تفضل. الجنازه ديال اليزابيث و10 ايام والدنيا والجنازه نايضه. هذه غير جنازه ديال ملكه. شو 10 ايام وهي نايضين بعد دفنوها لانها ملكه. واش قال لك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الملك مالك، سيروا ديوها في راسكم. واخا سمير تحياتي لك، خليك معايا الا بغيتي. خاي شاكي محمد تفضل. شكرا على اي واحد تفاعل معنا، اي واحد طبطب على الشاشه، وشكرا ايضا الاخوه اللي كيتصنتوا وما كيتفاعلوا وما كيديروا والو. تمتعوا مع راسكم. تفضل اخي شاكي. السلام عليكم. مرحبا بك اخي. البارح كنت طلعت نيت في هذا الموضوع، نيت ساعة مع الأسف كانت تقطع البث، ما عرفتش علاش. هو الصواريخ اسكندر. اللهم كثر حسادنا كما قال سيدنا. تفضل اخي. امين امين. خويا على هذا الموضوع ديال هاد اين دابا الثروه ديال الفوسفات، وجبتوا داك واحد الموضوع اللي دخلتوا فيه ديال لانك التبخيس هو كل شيء مرتبط بشيء. تنبخس. هذا الموضوع نعم اليوم نعم مرتبط من الموضوع ديال البارح، هو تبخيس. امتداد ليلو. تفضل. نعم نعم. انا بالنسبه لهاد الاخوات اللي دخلوا دابا وكيحكيو على دوك الجماعات وانت كذلك وعلى القياد وهذا، انا بالنسبه لي حاليا ملي كنشوف كندور مثلا في المدن والقرى وهذا، كيبان لي مثلا الضوء كاين في مناطق نائيه، الطرقات كاينه في مناطق نائيه. دابا حاليا انا على حسب النظره ديالي، هذوك الناس اللي ديال المنتخبون مخلين فيها. علاش؟ لان هذوك الناس اللي كنتخبوا عليهم هما من الاحزاب، والاحزاب الدور ديالهم ولا بحال ديك الدكاكين الموسميه، يلا كيبانوا غير في الانتخابات، يلا كنشوفهم كيحلوا ويخرجوا للشوارع ويخرجوا ويديروا دوك كيدمروا الاشجار بدوك الاوراق ديالهم اللي كيبداو يلوحوا في الشوارع يعني كيوسخوا البيئه، كيوسخوها هذوك الناس. انا في نظري ان اي واحد مثلا ننتخبوه يمشيو يديروا ليه واحد التكوين ديال ما له هو ما عليه، اش كيتسناه في سوء التدبير وسوء التسيير. انا كنظن بان اغلبيتهم كيجهلوا انه القانون راه غادي يدي الحبس. الدليل على هذا ان هذوك الناس اللي قلتي انت كيدير طوموبيل 10 المليون وكيمشي ولادو يسكنوا اسمح لي السي نعم شاكي. اسمح لي نعم 10 مليون ساويه هاد الداسيه اللي كتصنع في المغرب، هذيك اللي خصهم اي رئيس جامعه هذيك ما يقدرش يفوتها. واش رئيس جامعه عنده بورش؟ فين كتصنع البورش هذه؟ واش رئيس جامعه عنده فولكس فاجن؟ رئيس جامعه راكب لي على مرسيدس اخويا. وضرب دوره في الجامعه وتلقى شي واحد ناعس في الشارع ولا شي واحد بايت بلا عشاء. نعم هذوك الناس راه كاين بعض رؤساء الجماعات وصلت بهم الوقاحه انه بدا كيدير في الفيلاج ديالو، بدا كيدير الزناقي بسميه نسيبو ونسيبته وراجل خالته كمناضلين. هذا باش نزيدك فكره. هادو الناس جاهلين. والله ما نكذب عليك، هذا الشيء راه كاين، ماشي ما نكذبش عليك. لا كاين حتى في اسبانيا كاينه في الكارتين، ماشي غير في المغرب. كلمه الجامعه ديالنا عرفتي فين دار واحد الدخله، لان فاش تدخل خصك في الطريق الكبيره ديال طريق بوزار كتطلع حتى الفوق والدور. الدار ديالو ما دارلهاش هكاك، دار لها الخريجه، لحقاش
فين الفيلا فين ساكن هو، هذيك دار الخريجه، وحنايا خصنا نطلعوا حتى لراس المطار وندوروا ما شاء لانه الله. رئيس الجماعه. انا نعطيكم مثال واحد اخر باش نزيدوا حنا نزيروا السبطه على هاد الناس هادو. شفنا واحد الحمله في الدار البيضاء، ما عقلتي واش الدار البيضاء وشي بعض المدن المغربيه، الوالي والطراكس، الوالي وغادا موراه الطراكس، واي حاجه في الملك العمومي ما كاين ريب. شفتوها ولا ما شفتوش هاد الفيديوهات هادو؟ عقلنا اليوم شفناهم ما كنتيش انا عارف. شفتهم. واخا انا السؤال ديالي، واش الوالي منتخب؟ ماشي لا منتخب ياك. لا واخا لا، هذيك شكون اللي مسؤول على الرخص والملك العمومي وكذا؟ ماشي البلديه؟ الجماعه، كنسول رئيس الجماعه. رئيس الجماعه، يعني البلديه، نعم، رئيس الجماعه هي هذيك اللي البلديه انتخبناه اللي كتنتخبها. انتخبناه حنا، اللي اللي انتخبنا انتخب. حنا. علاش اخويا خصو يجي الوالي اللي ماشي الخدمه ديالو هذيك ويدير الخدمه ديال رئيس الجماعه وواحد 16 مستشار ولا 20 ولا حسب الجماعه؟ اخويا اش كيديروا هاد الناس هادو؟ هذا هو السؤال اللي خصني زيد كمل. هادشي علاش دابا حنا سيدي المغرب بحال الا قلتي فيه جوج، واحد الجهه جاره اللور وحده غادا لقدام. اوريزمون بحسن الحظ عندنا حنا واحد الملكيه، راه ما نكذبوش على راسنا، الملكيه راه واحد الصمام الامان. كنقولوا راه كاينه واحد الحكومه تضل، وكاين هذوك المستشارين هما اللي مسيرين، والحمد لله اللي كاينين هذوك الناس. اما كون خلينا لهاد رؤساء الاحزاب هادو اللي دازوا عندنا، واقسم لكم بالله الى المغرب كره ضربوا الخلق، والله ما يكون هادشي. شي التنميه اللي كاينه راه اراده ملكيه. راه ما راه كان الى واش نسيتوا بانه قبل ما يمرض مسكين كان باقي داك كل نهار في مدينه، كل نهار في مدينه كيوقف على المشروع هذا فين مشى، وهذا في المشروع اللي كيدشنو كيوقف على كيدشنو باش يبدا. ما كيتهنى حتى كيدشنو ما باش كيزقلوش ولا ما كيزقلوش ما كيزقلوش. وراه هادشي راه احنا فقنا دابا. المغاربه فاقوا لقاو المغرب فيه الطرقان، فيه المشاريع، فيه لوزينات. واش حنا المغاربه واش ساهل باش يجيك واحد الرئيس ديال بوينغ يجيبك مع الملك؟ واش ساهله؟ واش ساهل ان واحد رئيس ديال رونو ولا ديال فولكسفاغن يجيبك مع الملك؟ واش هذاك الرئيس ديال فولكسفاغن غادي يجيبك مع بن كيران غادي يعرف يهضر معاه في المشاريع؟ واش غادي يهضر مع شي وزير ديالنا؟ راه شوفوا، راه المغرب والله الملكيه غاديه به، وحنا هاد المنتخبون جارين اللور. راه غادي جارين، راه دايرين التقاله، دايرين التقاره ديك القطار ديال التنميه ديالنا، دايرين لي واحد التقاله اللور. هذوك المنتخبون ماشي كلهم، ما غاديش نقولوا كلهم، كاينين الناس اللي شوف راه اللي طاح في القضاء. راه كاين ديك المحاكم ديال سميتها ما عرفتش سميت المحاسبه. هي هذيك المحاسبه راه قضاة اللي فيها، راه اللي كيطيح بين يديهم راه ما كيسقلوش. باش نقولها لكم، راه اللي كتثبت في حقه مثلا كيشوفوا واحد الميزانيه تعطات واحد المنطقه وفيها خلل، راه كيمشيو يشوفوا دوك الخلل ديال مثلا ملي كيمشيو كيبحثوا. راه ما كيشوفوش كلشي، كيشوفوا دوك المصاريف ديال 100 مليون والفوق، هما اللي كيمشيو كيبحثوا فيهم. دوك اللي تحت من مليون 100 مليون وتحت راه ما كيشوفوهمش، ما غاديش يكملوا الا بقى. انا نعطيك مثال السي شاكيب، انا نرجع نعم للعلاج. سي. نعم. العلاج كان عندنا واحد رئيس ذكروا جماعه ما نقولش الحسيمه، سميتو. صاحب الجراد الحسيمه في 2003 تعطات لها مشاريع، اللي تماك خدامين ديو الفلوس داوها لقنتاخور وناضت الفوضى في اي الحسيمه. اللي كيسينيالي الله يعطي الباباه الكانسير في هذا الجمعه، في هذا نهار الجمعه هذا، الله يعطي الباباه واليمه والسبعين ديالو والنسين ديالو. يا ربي الحبيب والله العظيم ما كنكره حتى شي واحد بالحق اللي كيأذيني. الله يعطي الدين دباباه اكبر مصيبه في هذا النهار هذا، يطيح له عليه ولا العائله ديالو كامله، ولا كان عنده شي واحد في الجنه يا ربي تخرجوا. لا هذه ما نقدرش نقولها حيت خالدين فيها. يا ربي الحبيب اللي كيبغي يأذيني ويأذي هذا اللايف هذا، الله يعطيه الباباه الكانسير واليمه والمصائب كامله. ما كنسعى ما كنطلب حتى شي حاجه، غير كنتناقش انا وخوتي في المغاربه في المشاكل ديالنا. علاش كتأذيوني؟ طالع لي السينيال هنايا ونضرب نضرب دوره الفوق نشوف ما كاين حتى شي كرغولي. حرقكم منو؟ انا ما كنهضرش في اعراض الناس هنايا، ما جابت حتى شي هذا ولد فلانه ولا هذا ولد فلان، لا هذا قال ولا هذه قالت. علاش كتحاربوني يا صاحبي؟ علاش يا صاحبي؟ وسير الدرجه حرقكم انا
ولا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي ما نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم فيكم المغاربه اللي كتحاربوني، اما الجزائريين عندي ان يحاربوني. كل مغربي يحاربني يعمل لي السينيال حسبي الله ونعم الوكيل. انا خصيمك يوم غدا امام الله، حيت انا ما كندير حتى شي حاجه قبيحه، ما انا كنوري بالزوله، ما كنوري في خضا، ما انا كنعمل روتيني، ما حتى شي حاجه. كبيسوا الخوت، كبيسوا الله يرحم الوالدين، كبيسوا. المهم هذه شوف سي احمد، هذه ضريبه راك تاديها، ما عندك ما ملي تفيق الصباح عول عليها ديما، ما تقلقش، عول بان راه واحد الضريبه. ماشي انا والله انا ما ماشي كنتقلق للشخص ديالي، انا ما عنديش حتى مشكل، راه هاني راه نحيد تيك توك ونسالي وعايش كاين حياتي. اخويا، كاين الخونه، كتقول علاش هادشي، كتقول حتى علاش هادشي، كاين هادشي علاش راه مشكل. كنخطي في بلادي كندير شي حاجه قبيحه، وراه اللي كيضرهم هاد اللايف راه هما اللي كيديروا هادشي، اللي كيضرهم اللي معنيين الناس اللي معنيين بهاد الانتقادات، الناس اللي معنيين بالانتقادات هما اللي كيضرهم بهادشي. انا قلت لك انا ما خصناش نعمو، راه قلت واحد الكلمه ديال اننا كنمشيو للمناطق وكنشوفوا الضوء والاناره في الباديه، في اقصى الباديه كاين الناس. شوف راه المغرب مشى بعيد بزاف، راه ما نقولوش ثاني راه كاين غير هادشي. هاد الناس اللي باقيين دابا كيديروا، انا ما نقولش شفاره، غنقول لك سوء التسيير وسوء التدبير، فهمتي؟ سوء التسيير ما كيعرفش يسير، ودوك الفلوس اللي كتعطيها ديال الدوله ما كيعرفش يبدلهم، ما قاريش كيفاش كتمشى الميزانيه. ما نبغيش عليه، ما كيعرفش يسير. وراه هذا هنا فين القانون. دقيقه بلاتي الله يرحم بابكم، ما تقاطعوش وكداش باش قلتي سوء التدبير وسوء التسيير. زين، هادو النقط هادو حيت في الملخص خصنا نقولوهم ضروري، هاد النقط سوء التدبير وسوء التسيير. سير اخي، سوء التسيير وسوء التدبير هذا واحد النقطه وحده اخرى قبيلتي حتى عجبتني، جهل المنتخبون. هو بهذا الشيء هما اللي كيخليهم يديروا هذه الاخطاء ديال سوء التسيير وسوء التدبير. بالمساطر القانونيه. هاد الناس انا والله العظيم انا كنقول اقسم لكم بالله العلي العظيم، وهاد المنتخبين ويديروا لهم واحد الدورات تكوينيه قبل ما يبداو اللي نجحوا، ويمشيو يديروا لهم دورات تكوينيه، لان القانون دابا اللي عندنا حنا ما كيمنعهمش باش ينتخبوا. راه هذا هو المصيبه الكحله، باش يترشحوا، زعما باش يترشحوا ما كيمنعهمش، مع الاسف. انا كنقول داير لهم دورات تكوينيه ديال العقوبات الحبسيه اللي كتنتظرهم في حاله خلوا بالهذا، داروا اخلال بالميزانيات. انا كنطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه في هذه الحاله هذه، وحنا نشوفوا هذه الشريعه ديال الدنيا. اول وزير ولا اي مستشار غير يديروا دورة تكوينيه، لا راه اول وزير ولا اي مستشار ولا اي فاسد والله حتى الحباسات يخوى، وقسما بالله ما يبقى حتى شي واحد حتى هذيك الحب. علاش اخويا انا نخسر عليك اخويا؟ انت سرق الامه لا اله الا الله وتدخل الحبس، ونخسر عليك انا الماء والضوء والماكله والاقامه ولا ديك المده ديال العقوبه ديالك. لا خويا، علاش انا هذيك الضريبه خالصه عليك انا اخويا؟ انت سرقني، انت سرق الامه كامله، الامه المغربيه كامله سرقه. بحال هاد السيده اللي خائن الوطن، هذاك خائن الوطن. والمهم انا غير كنقول لك الا دارت لهم على الاقل داري واحد، لان انا جربت هذه المساله هذه. الانسان ملي كيعطي واحد المهمه، انا راه جربت هذا الشيء بزاف، كتعطيه واحد المهمه وكتمشي كتقول ليه قانونيا ها ما لك وما عليك، والله العظيم اللي كيتخلعوا. لان اولا هو كيسحب لي هذاك البوست، راه ولا ملكه، ولا غادي يدير يصرف كما بغى، ولا غادي يعطي الاوامر. حيت انا نزيد بواحد المعلومه اخرى، انني مثلا انا كرئيس جماعه مثلا، وجي انا كموظف في هذيك الجماعه تحت الامره ديالو، راه نهار نعرف بانني راه خصني نقول ليه لا في وقت لا، لانه هو مواطن وانا مواطن. الا ما نقولش راه الا راه عطاني الاوامر خصني ننفذها. راه هذيك الاوامر راه ماشي اماكن، راه ماشي عسكر، هذيك راه عندك واحد مسؤوليه قانونيه. راه نهار كيتشد هو في الحبس راه غادي يجرك معاه. راه هذه خصهم يفهموا هذوك الموظفين اللي كاينين في الدوله. اي موظف كيخدم في مؤسسات ديال الدوله راه كيعرف، خصو يعرف بانه راه مسؤول على تسيير هذاك الاموال ديال هذيك الدوله، ديال هذيك الميزانيات اللي كتعطاه. راه الا مشى تا قال عير راه قال لي الشاف ديالي ولا المدير ديالي ديرها ودرتها، راك بحالك بحالو. راه خصك تعرف بانك عندك الحق تقول ليه لا، ما ندوزهاش وما نديرهاش،
وما تخافش وديرها وما تخافش. انا شي بالتجربه كنهضر. واخا، شكرا السي شكيب، خليك معايا نعطيو الكلمه لإلهام. سد المايك. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك. نقاط جميله جدا، مداخله. واخا كنقطعوا بعضياتنا كنتناقشوا شويه، سمحوا لنا الاخوان كنطولوا شويه، ولكن احنا راه جلسه عائليه هذه. تفضل. لا 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 إلهام، مرحبا بك. إلهام افتح المايك اختي، افتح، راه ما كنسمعوكش. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ما كنسمعوكش يا اختي إلهام، الصوت. السؤال ديالكم هو أين الثروة ياك؟ السؤال أين هي أنا أموال فاتحة المايك الفوسفات؟ ديالي ولا أين؟ لا؟ لا، كنسمعك دابا. السؤال هو أين ذهبت أموال الفوسفات أولا وباقي الثروات ديال جوست الأمة المغربية؟ هذا هو السؤال. تفضل. بلاتي جوست فهمت. اولا الفوسفات حنا بعدا دايرين واحد الاتفاقيه قبل الاستقلال، دايرين واحد الاتفاقيه مع لا فرنسا ان عندها هي نسب من كل شيء اللي في الارض، وهذيك الاتفاقيه حنا ما كنعرفوهاش وما شايفينهاش وما قارينهاش وما عارفين عليها حتى شي حاجه، وما عندناش الفوسفات ما ولكن كيصرحوش بلاتي لينا أختي إلهام، دقيقة أختي بالمداخل إلهام، ديالو دقيقة. إلهام فين إلهام كيمشي. إلهام، دقيقة. المصدر ديال هاد، حيت أنا بيدي يا سامعة وكنعيط لها إشاعة، حيت أنا ما شايفش لا وثيقة لا مصدر لا كاين شي دليل، إشاعة، ورنيني بروباغندا. الكونترا اللي بلاتي كل دوله قبل، اسمح لي ما كاين لا اشاعه، اسمح لي قبل كل دوله ملي كان عندها الاحتلال الفرنسي، كنتكلم على مهم. الفرنسي، ما مهم. خرجتش حتى دارت معاهم اتفاقيات انها غادي لي كونترا. علاش حنا كنسبقوها دائما في اي مناقصات كنسبقوها؟ ما يمكنش حنا نخليوها. علاش بقات هي عندها الكولتور؟ حنا دابا باقي ما تخلصناش. مشى الكولوني العسكري ولكن بقى ليكونومي، بقى الثقافي، بقى هذا، وعنده بقى لينا عطاهم شي 150 سنه ولا شنو كاينين، ولكن ديك الاتفاقيات لا ديال الجزائر ولا ديال تونس ولا ديال المغرب ما خرجتش وما خارج، ماشي اشاعه، هي حقيقيه. وما ما يقدرش يناقش فيها حتى شي واحد، لان هي باش الاستقلال ما كانش فرنسا ما كتخرجش بلا من اتفاقيات، ماشي بحال الانجليز. كل المستعمرات ديال الانجليز مني خرجت ما عندهم صافي، كل واحد السلام عليكم السلام عليكم. فرنسا ما خرجتش، كلهم الدول الافريكان وهادو كلهم عندهم اتفاقيات. المهم هذه نقطه. والنقطه اذا انا الثانيه نوقفك هادو بلاتي اللي اختي إلهام. تتكلموا عليهم البرلماني. إلهام، انا كمل. نوقفك. اذا اللي فهمت منك انا، انا ساكته توقف. اللي فهمت انا، ان هناك، المهم كاينه شي اتفاقيه، واخا، وان حنايا كحكومه ولا كدوله مرغمين على ان الشركات الفرنسيه تكون عندها الافضليه على اي شركه واحده اخرى. ولكن هنايا انا ما نتفقش معك، نقول لك علاش، بدليل على ان كاينه شركات من العالم كامل موجوده في المغرب. اخر دليل هو القطار السريع ما بين الدار البيضاء مراكش على ما اظن، ادته شركه مغربيه بشراكه كوريه وشي شركه واحده اخرى، وفرنسا ما عندها حتى شي علاقه. يعني اذا انطلقنا ان كاين واحد العقد سري، واحد شي حاجه تفضيليه لفرنسا و وكاينه واحد الكونترا كيما اتفاقيه مسنيه والمغرب ملزم الحاجه عليها، اللي ما اذا بغاتش فرنسا عاد يقدر. كاين شركات اسمح لي، كاين شركات اسبانيه، كاين شركات انجليزيه، كاين شركات على قفا من يشيل في المغرب، لكن الافضليه ها انت كاين واحد الترام غادي يكون غادي تاخذوا لا فرنسا، هذيك الضجه وهذيك التخربيق، وغادي تاخذها شي دوله الشينوا ولا غاتاخذها فرنسا، وانت غادي تشوف هذا كاين تهديدات وكلشي. فرنسا عندها لي كونترا، واخا حنا خصنا ما لا عندنا. اسمح غير واحد الفكره اختي الهام، اسمح لي لا قطعتك وسمحوا لها الاخوان. دابا انت كتهضري هذا موضوع كنهضروا بوثائق، شي حاجه اللي غادي تقوليها جيبي بوثائق، ما كنهضروش بتوقعات. يعني مع احتراماتي للراي ديالك، اما هو لا غنكمل لك اختي الفكره ومرحبا. انا معاك. شتي مجرد تخمينات. انا راه غنقول لك ان المغرب راه غادي يبني واحد الكوكب في الفضاء كتخمينات وهاليا بيناتنا. لا، دابا كنهضروا على الثروه فين كتمشي. عندك ديك الوثيقه كما قال السي احمد اللي كتقول لي كاينه او لا ما كايناش، حنا كنامنوا بالحاجه اللي كنشوفوها بالواقع. يعني مادام ما كايناش لا في الانترنت لا شي واحد كيهضر عليها، لا فرنسا لا المريخ لا حتى المعارضه المغربيه اللي كانت
ناقشت الفوسفات هذا الشيء في الخمسينات من الوقيته ديال المهدي بن بركه، وكانت حاضره في المفاوضات ديال الاستقلال وما خرجتهاش. باش نجيو حنا دابا في 2022 ونقولوا لا راه كاينه سريه، حتى حاجه ما كتبقى سريه، كل شيء خارج للعلن. الا كانت هذه الوثيقه غنناقشوا البنود ديالها، نديروا حتى واخا تكون فيها 100% لفرنسا نناقشوها، ولكن مادام ما كايناش يعني ما كايناش. كاين اتفاقيات استراتيجيه، كاين شراكه كاينه، اما باش تقولي لي هذيك الفكره. وفعلا فرنسا فاش خرجت من الدول ديالها كتقول لك اودي انا درت واحد لانفستيسمون، مثلا بحال دابا في العالم كامل، مثلا غنمشيو حنا للامريكان وغتمشي واحد الشركه ايطاليه دير لهم الطريق تما مثلا في الامريكان، راه كدير معاهم مفاوضات، وكاين واحد داك الدفتر تاعهم ولا تقول لها اشنو غندير، وعندي واحد المده ديال 10 سنين 15 عام ولا 60 عام باش نرجع المصاريف ديالي. يعني هذه المسائل عاديه. اما باش تقول لي هذيك المعاهدات اللي هذه الفكره هذه كانوا جاوا بها اليساريين في الوقيته ديال الحسن الثاني الله يرحمه باش يضربوا في الشرعيه الملكيه. يعني هذه الهضره ما تبقاش تقول الله يرضي عليك، وكان على راسهم راه كانوا المعارضين، منهم عبد الرحمن اليوسفي، منهم كما كان المهدي بن بركه، كلهم اشاروا لهذه المساله هذه. ولكن وهما راه حنا ما غنبانوش بالمقارنه معاهم حنا، ورغم ذلك هما راه كانوا في المقاومه وشاركوا في التحرير، وكانوا عندهم يعني اطلاعات، وكانوا كيمشيو لفرنسا، وكانوا مع اليسار الفرنسي في هذيك الوقت، وكانوا مع اليسار الشيوعي، وحركه الى الامام ديال السرفاتي اللي كان حتى هو في فرنسا. وحتى واحد ما قدر يثبت او اللي يعطينا معلومه صحيحه بان فعلا فرنسا خرجت، وانه مثلا وبالخصوص كنهضروا على مساله الفوسفات. راه المغرب كاينه اتفاقيات مع فرنسا، ما غاديش نقولوا لان كنهضروا على علاقات دوليه ما يمكنش نقطعوا، ولكن هذه المعلومه هذه راه كانت واحد الاشاعه اللي تطلقات في الخمسينات والستينات اللي كانوا كيستعملوها اليساريين ضد النظام. وقراو شويه على علاقات حركه الى الامام واليساريين كيفاش كانوا كيشوفوا النظام والمد الشيوعي، كانوا باش يهيجوا الشعب المغربي ضد الملكيه. هذه المساله هذه الله يرضي عليك اختي الهام، انا ما عنديش مشكل نقطع معاك. واخا نقطه رجع للسطر. لا غنكمل نعرف واش نلقى هذيك الوثيقه، ديري لايف ولا مثلا نتلاقاو اون كونتاك ونناقشوها، واخا يكون داير فيها حتى 400%. مادام ما كايناش خصو في السياق التاريخي باش جات هذه الاشاعه ولا هذه المعلومه. خاي نقطه دقيقه. حنا كنتناقشوا هنايا لكي تعم الفائده. حنا عارفين. اسمح لي بلاتي بغيت نقول بلاتي اختي الهام باش نوضح. بلاتي باش انا كلمه نعطيها لك الكلمه ديالك خصك تزيد حيت المداخله ديالك باش نوضح. هذه كان بينا سامعين هذه الاشاعه بيدي مني قلت لها انا عارف هذه اشاعه، فهمتيني. والمداخله ديالك اخاي نقطه زعما شديتي بنيتي دار على الفكره وشديتي وطرقتي، يعني لا ما كيدخل لا شي حتى نقطه الماء حتى شي بلاصه. اتفق معك. هذه الفكره هذه اللي كنت انا باغي نوضح للاخت الهام. تفضلي اختي الهام، كلمه لك. اولا واش الميزانيه ديال الفوسفات كتطرح في البرلمان؟ المداخيل كنسولك الاخ اللي كان تيتكلم دابا، كنسول الميزانيه ديال المداخيل ديال الفوسفات واش بشفافيه كتحط في البرلمان؟ كيفاش كتدخل؟ وعلى حنا دابا حنا في البرلمان كنجيبوا مثلا استخلاص ديال اي حاجه كيناقشوها في البرلمان المداخيل. دابا انا كناقش معك، هذا كيتسمى ماشي المداخل، كتسمى قانون الماليه، حيت كيكون قانون الماليه كنجيبوا مثلا النفقات وكنجيبوا الواردات او يعني دوك المداخيل والمصاريف. بلاتي دقيقه باش نشرح لا الهام فهمتك. انا فهمت الفكره ديالك، فهمت الفكره ديالك. غير باش نوضح قانون كل سنه عندها قانون الماليه، كل سنه كيتصادقوا عليها. يا رب فهم اختي الهام، غير باش تفهمني. فهم اختي الهام. المكتب الشريف للفوسفات هذيك راه شركه ديال الدوله، ولكن عندها القانون ديالها بوحديته. البرلمان ما يقدرش يحاسبها. اللي كيقول لك الاخ القانون الماليه يعني ملي كنعملوا الراس المال اللي غتخسر الدوله، اللي غادي تصرف الدوله هذا العام هذا وفين غادي يمشي. البرلمان ما كيناقشش منين جاو هاد الفلوس، واش من الطاب، واش من القرو، واش من السياحه، واش من الفوسفات، واش من السردين، واش من الطوموبيلات، واش من الضرائب. لا، عندنا مداخيل قدا وعندنا باغي نصرفوا هذه الميزانيه، هذا عندنا عجز، عندنا فائض. هذاك الشيء اللي يتناقش في البرلمان. اسمح لي البرلمان هذا مداخل الدوله، هذه شركه، هذا الشيء ديال الدوله، شكون اللي كيدير الكونترول؟ دابا سمحي لي دابا انا كمغربي عندي واحد الشركه كبيره مستثمر في المغرب،
يعني البرلمان واحد الشركه كتحقق مثلا واحد لو كابيتال ولا واحد يعني نقدر نقولوا واحد لو بيلون، تبارك الله ما شاء الله. دابا البرلمان غادي يجي ويهضر على الشركه ديالي انا ويقول لهم الشركه ديال نقطه رجع للسطو راه دخلت لنا في الميزانيه 700 مليار، والشركه ديال الاخت الهام دخلت لنا 7 مليار دولار. هذه ديال الدوله، هذا ما دخل الدوله، دي بوستات ديال الدوله، هذه ماشي ديال الاخت الهام. هذيك الاخت الهام اسمح لي عار واحد المطارات. غير نعطيك واحد المعلومه، بحال حيت كنهضروا مثلا غير بطريق السيار، راه ما كنتش شركه، راه كتسمى مثلا المكتب الوطني للطريق السيار، يعني كتكون عنده واحد لو ستاتيو ديالو ماشي شركه. ما يمكنش حنا نجيو في البرلمان نقولوا الله راه لوتوريت هذا العام دخلت لنا، لا راه المكتب الوطني الاتصالات المغرب دخلت لنا، راه شركه وطنيه. ما يمكنش نناقشوا حنا كل شركه بوحدها. هذيك متفق معك، نقدروا حنا كناس اولا مثلا هذا نقلبوا ونشوفوا مثلا في دوك التحاليل اللي زاناليز اللي كيخرجوا نقولوا الشركات الكبيره في المغرب مثلا رويال ماروك، المكتب الوطني للفوسفات، المكتب الوطني للميناءات، كنهضروا على لي زوفيس اللي كيتسموا لي زوفيس. هذوك عندهم واحد لو ستاتيو ديالهم قانوني بوحدهم، باش حنا غادي نجيو في المغرب ونبقاو نناقشوا لا راه المطارات دخلت لنا قده وراه دخله. هذاك راه كيتسمى تابع لي، هذاك راه تابع لواحد القطاع اللي كنهضروا على مثلا قطاع الصناعه اولا كنهضروا على قطاع السياحه، راه داخل في واحد لو سيكتور. حيت كنهضروا حنا مثلا قطاع الاتصالات، راه ما غنجيبوش حنا التران شحال دخلنا والمواصلات ونجيبوا اتصالات المغرب شحال دخلت، راه كنقولوا مثلا قطاع الاتصال دخل في الميزانيه قده، ها اللي خلصنا من الضرائب. مشينا مثلا المجال ديال الفلاحه والصيد البحري، راه ما نقولوش شحال بعنا السردين وشحال جبنا بعنا في طنجه وشحال صدرنا من الداخله، كنعطيو داك الشيء جلوبال. من حقنا نقلبوا مثلا نمشيو للميناء ديال طنجه او الشركات اللي كتصيفط مثلا من بوجدور ونطالبوا كتحقيق صحفي وكنشر الحق في المعلومه، ونعرفوا بان ميناء طنجه شنو دخل، الميناء ديال الناظور شنو دار. هذيك حنا مثلا اولا في احصائيات، ولكن الدوله ما يمكنش تجي حيت كتقول لك مثلا العاب اليد مثلا انت دخلتي فيها طبعا. تسنى شويه، لا الفكره لا غير الفكره لا الهام. انا بيدي ما عرفتش هذا الشيء اللي كيقولوا الاخ نقطه، فهمتي؟ ماشي راه ماشي عليك، ماشي انت شخصيا، راه بزاف شوف الاخوان. انا اطلب من الكومنتيرات تسمعني لا الهام بلاش حيت حنايا واحد مداخله صغيره يا اخوان الله يرحم باباكم باش ننظموا باش ما يوقعش حيت الاخ النقطه بلاتي انا مزاوق فيكم موضوع مهم ولا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع مهم جدا وبلاتي اخي الله يرحم باباكم كلشي يشد المايك. انا مزاوق فيكم اخوتي المغاربه، راه النظام ما فايت هذا العالم كامل، ما فايتنا حتى شي حاجه، فايتني غير النظام. الله يرحم باباكم النظام اخي، راه اللايف ديالكم راه ماشي ديالي. ولكن اذا بقينا كنهضروا كاملين بينا دابا هاد 6 دقائق اللي غنهضر فيها انا راه ما عنديش علاش نهضر واخا الله يرحم باباكم. راه ما كايناش حتى شي حاجه شخصانه هنايا، راه اللي يهاجم اي واحد هنايا راه اول حاجه غادي نهبطوا، فهمتي؟ الموضوع مهم. الاخ النقطه رجع السطو وهدر بطريقه تقنيه وضح لنا كل شيء بطريقه تقنيه، فهمتي اختي الهام؟ دابا ورانا الاشكاليه. دابا من وين يقول لك سمعتينا الهام راه ماشي كيقصدك انت الهام، راه انت وراه انا ما فاهمش هادشي هذا اللي كيقولوا، عاد فهمته واش فهمتي؟ وهادشي علاش فتحنا هذا اللايف هادشي هذا ولا طرحنا هذا السؤال هذا باش يجيو ناس بحالك اختي الهام يطرحوا هذه الاسئله هذه، بحالي انا يطرحوا هذه الاسئله هذه، بحال الاخوان والاخوات اللي تدخلوا من قبل يطرحوا الاسئله، ويجيو ناس عاوتاني بحال الاخ نقطه رجع للسطو اللي عندهم فكره ودرايه وبهذا الشيء هذا وكيشرح. راه ما دخل حتى شي واحد طول عرض. تقولهاش اختي الهام راه بحال اللي كتسقطي فيا انا، بحال اللي كنحس بها انا، راه كاملين خوتي هنايا. تفضل اختي الهام، لك افتح المايك ولك الكلمه. هو كيقول لك شكون غادي يحاسب لي؟ هذا مكتب الوطني للشريف للفوسفات، هذا مكتب خصو يتحاسب، هذا ديال الدوله. كاين هذا مثلا ديال الوزاره ديال الفلاحه والصيد البحري وتن خاصو فين البرلمان هو اللي تيحاسب. البرلمانيين هما اللي تيقولوا عندهم قوانين كتطبق ولا ما كتطبقش، هذيك حاجه واحده اخرى، ولكن عندهم قوانين كتنظم والمحاسبه ديالهم وكل شيء ديالهم، واش فهمتي؟ هادشي هذا كامل. دابا المشكله اختي الهام حنا كنسمعوا شحال دخلوا شحال خرجوا، ولكن الفوسفات عمرنا ما سمعنا شحال دخلوا شحال خرجوا. انا متفهم والله العظيم، انا كنتفهم الفكره ديالك، عرفتي علاش؟ حيت عايشين في بيئه مختلفه. حنايا عارفين هنايا كاين القانون كيتطبق،
قانون بي كيطبق. في المغرب كاين قانون ما كيطبقش. عرفتي علاش؟ حيت هذاك اللي خصو يطبقوا ما باغيش يطبقوا. فهمتين؟ هذا هو الاشكاليه. غير باش انا جيتك من الاخر. احمد هذيك خليها تكمل باش نعطيك الكلمه ديالك. ماشي عليك اختي الهام، غير في هذا الاطار زعما كمعلومه نتقاسموها اخوتي. الدستور المغربي راه يضمن الحق في المعلومه. انا مثلا ماشي انسان عادي غنمشي ندخل للبرلمان مثلا وغنقول لهم لا الشركه ديال الاخت الهام شحال خلصات والسي احمد شحال خلص. راه كاينين جمعيات هي اللي ما كتخدمش الدور ديالها، اللي ربما نقولوا حمايه المستهلك. كاين ديك الجمعيه ديال المال العام هي بحقها تصيفط ارساليه للبرلمان ولا الغرفه البرلمان اللي مختصه بالميزانيه. اما باش وغير بلاتي اختي الهام راه ماشي هضرتي ماشي شخص انا ضدك انت، انا غير كنعطيكم واحد المعلومات وإلا غلطت كان شي واحد يصح لي. انا ماشي ضدك اختي الهام، انا كنتكلم على الخواص. انا ما كنتكلمش على الخاص، كنتكلم على الاشياء ديال الدوله ماشي الخواص انا ما تنتكلمش عليهم. هذوك كيكون عندهم الناس اللي كيحقوا فيهم وحدهم. وانا غنجاوبك دابا انت اختي الهام. دابا انا كنجاوبك من هنا ولكن غادي نتفاهموا انا وياك باش نتفاهموا غير بشويه، ربما نكون انا غلط. دابا انت من حقك بغيتي، احنا كنقول لك انا الدستور عطاك الحق في المعلومه ومن حقك هذاك الدستور كيعطيك حقك في المعلومه. انا معاك، ولكن انت وانا اللي كنهضر معاك ما عمرني درت مبادره وطالبت بهذاك الحق ديالي. ماشي الحق ديالي في التيك توك ولا الحق ديالي في القهوه، لا هذاك المؤسسه اللي كتناقش داك القانون الماليه ولا ديك البيدجي ولا ديك الضرائب ديال هذيك الشركه ولا شركه عموميه ولا خاصه، راه مؤسسه. ما يمكنش انا كفرد وغادي نجي ندق على في البرلمان نقول له لا بغيت نعرف هذا. لا كاينين جمعيات في المجتمع المدني اللي عندنا الحق، او مثلا الصحافه او هذه، وكدير بعض المرات تقارير، كدير استقصاء، كتخرج كتمشي للمسؤولين ما هي حجم هذا الاستثمار كيفاش مشى، وهما ما كاينش. دابا شوفي الحمد لله راه ولات هذه المساله هذه. المشكل حنا في القانون ديالنا اختي الهام راه كاينين بزاف ديال القوانين ومن حقوق ديالنا حنا كمواطنين عاديين ما كنفعلوهمش، كنبقاو نهضروا غير من بعيد. انا متفق معك شتي انا اختي الهام، راه ما كرهتش انا مثلا حنا وهاد الناس نديروا واحد الجمعيه ولا نمشيو نراسلوا واحد الجمعيه اللي عندها الحق تراسل البرلمان، حيت البرلمان ما راه دايرين جلسات يعني عموميه في التلفازه كنشوفوا كل شيء، ولكن ومن حقنا نتابعوا، ولكن ما من حقناش كفرد نمشي نطالب شي حوايج. نديروا جمعيات ومن حقنا ولا الناس الصحفيين نطالبوهم يديروا واحد مثلا واحد لونكيت واحد الاستقصاء على هذه المعلومه هذه. بغينا الحق في المعلومه، الدستور راه كيضمنها لنا حنا اللي ما كنطالبوش. ولكن باش غنجي نطالب انا كانسان عادي وغنقول للبرلمان اعطيني رابور على الشركه ديال الهام شنو فين مشات، هذه واخا تكون هذه الهام شركه عموميه، راه ما يمكنش. بلاتي خليني نكمل لي نوط ديالي ديك الساعه دير. تفضلي اختي الهام، تفضلي. نكمل لي نوط ديالي ولا عندك شي تعقيب غيكون من ورايا؟ وديك الساعه نكون انا ساليت لي نوط ديالي. قلت لك انا ما تنتكلمش على الخواص هادو الضريبه هي تتحكم فيهم، هي اللي خصها تعرف المداخل والمخارج لان كتصفي منهم الضرائب كما يجب. لكن الحوايج اللي هما ديال الدوله بما هما ديالنا حنا كشعب، المناجم وكل شيء هذا حنا ديالنا كاملين كشعب، خاصنا نعرفوا مثلا المفاهيم ديالك. هذاك نظام راس مالي ما يمكنش الدوله تجي تقول لنا احنا رحنا نظام شيوعيه. انا اشتراكيه. احنا لسنا بنظام شيوعي باش نناقشوا عندنا شركات كلها شيوعيه ولا شركات يعني مؤممه. هذاك راه كيتدار حتى في الصين اللي هي شيوعيه وما كتعطيش احصائيات ديال الشركات ديالها. السلام عليكم. السي احمد عندك بيا الوالدي. دابا شوف خاي نقطه رجع للسطو. خاي شاكيب خليو الهام تكمل. شوف عند الميول ديال السياسي هي حره فيه حيت كيكفلوا لك الدستور. بلاتي اخاي شاكيب انا مزوق فيه. خليو حيت الاخت الهام حسيت بحال واحد ما خلاوها تهضر. هي حره ومن بعد نشرح هنايا شنو كاين. كمل اختي الهام انا مزوق بلاتي تتحجروا على الافكار ديالي. انا ماشي انا قلت لك الشركات الخاصه ما دخلنيش فيها من هاد الدوله. انا ماشي اختي الهام تا واحد ما حقر لك الافكار. انا معاك حيت الاشتراكيه ما كتخليش الشركه. بلاتي اسمح لي، الاشتراكيه ما كتخليش الشركات الخاصه، كله مؤمم كله ديال الدوله. ما دخلناش في الاشتراكيه. حنا دوله راسماليه، عندنا الخواص منهم للدوله. ما تنتكلمش انا عليهم انا ماشي اشتراكيه في هذه النقطه. انا ما تندويش لك على الاشتراكيه ولا شنو. الاشتراكيه ما كاينش حاجه سميتها الخواص،
كله ديال الدوله. احنا لا، كاينين شركات الخاصه انا ما تشنيش فيها وما شغليش فيها، منهم الضريبات هما اللي يتفكوا معاهم، لكن كاينين شي حوايج اخرين ديالني انا، ديالنا حنا كشعب. حنا كشعب خاصنا، وشكون الممثلين ديالنا كشعب؟ البرلمانيين، والبرلمانيين خصهم يناقشوا هذا الموضوع. شحال جابت الفوسفات، شحال جاب الصيد البحري، شحال جاب. ماشي انا كانسانه، انا وكلت عليا واحد الانسان هو اللي كيدوي عليا في البرلمان، هذاك الانسان هو اللي خصو يعرف فلوسي فين كتمشي وفلوسي فين كتجي. انا كمواطن والارض انا كمغربيه، دقيقة أختي هذا هو إلهام، اللي كيعرف، ومن هذوك الفلوس كنقدروا دقيقة نبنيو بهم الدوله. دقيقة أختي إلهام، واخا باش تكمل المداخلة ديالك باش تختمها. إذا أنت رجعتي النقطة على أن المواطن، يعني أنك أنت شخصيا وأنا شخصيا وكاملين بينا مسؤولين على هذاك الإنسان اللي غادي يمثلنا في الجماعة أو لا في البرلمان. اذا صوتنا على واحد الشخص اللي ما يقومش بالدور ديالو، اللي ما عارفش المساطر القانونيه، اللي ما عارفش القانون اللي كتعطي الحقوق اللي كتعطيه الدوله، وفين يقدر يوصل بالمحاسبه ديالو تمثيلا للناس اللي انتخبوه. اذا شكون لما كيرجع الخطا هنايا؟ كمل يا اختي الهام المداخله ديالك، تفضل. شوف، بطبيعه الحال كيرجع لي انا اللي انتخبت واحد حمار ما قاريش، ما عندوش. خاصنا ننتخبوا الناس اللي هما قارين، اللي هما فاهمين، اللي هما عندهم وعي ودرايه بالقوانين وبالحقوق وبالواجبات انا تندخل واحد باش يعطيني 200 درهم، او تيدير لي سقريه، شنو السريه ديال سكسو، ولا شنو، ولا يجيب لي دجاجه، ولا يجيب لي شي حاجه باش انا ندير. هذا الشعب ما واعيش، ما موعينوش، ما مخلينوش يفهم. يعني هذا والثاني واحد هذه نقطه، وكاينه نقطه اخرى ديال حتى البرلمانيين ودوك الناس اللي كانرشحوا راه ما تيسرقوش شي حاجه باش نقولوا راه يلا فيلا الخال وجده، وهذا راهم كاينين البارونات الكبار، مثلا كسميتو هذا رئيس الحكومه هذا اللي هو مثلا سمير جاب له واحد السعودي ما عنده حتى فرانك، لي بنك ديال المغرب هما اللي سلفوه باش شراها، وما كيخلصش لي تخيط اللي عليه لي بنك، وبقات مخلينا لانه هو دارها لعبه باش سمير توقف، باش هو يلعب في البنزين، يلعب بيه كما بغا هو. خلى ديك سمير حيت داكشي ديال البترول خصو دائما خدام، الا ما خدمش كيتكولا، بقات هكاك حتى تكولات، ولا كيلعب راه خدا 7 المليار من هاد الحركه ديال مني كيطلع البنزين كيقول لهم زيدوني، مني كينزل كيضرب الطم. هذه راه هو سراق. سميتو كلهم هذوك اللي داك ديال السياش اللي ضرب 2 المليار وزاد، ديال لا سينيسيس اللي ضرب مع 4 المليار وخلى الناس واقفين وزاد. هادو هما اللي تيسرقوا، دوك البارونات الكبار اللي كيسرقوا. وشنو المشكل اللي عندنا في المغرب؟ ما كاينش المحاسبه، يعني خاص اي انسان يتحاسب من وراء. لا سرقتي وان الله ان الوتر غفور رحيم، ما كاينش غفور. هنا في الدنمارك واحده غير سرقات شي حاجه ما كاينش اللي جاي ينزلوا عليه، اللي جاي حنا لا. ما عرفتش انا علاش. وخاص في الادارات الا ما كنتي تسرق ما يديروا لك القوالب حتى يصيفطوك. واحد الموظفه كبيره كاينه في اكادير، مني ما رفضت ان ندخل معاهم الفات السرقات ديالهم، حتى هي قلبوا لي على نباز باش يطيحوا. ما في الادارات ما يخليوش الشريف، ما تلقاش الشريف دائما خصهم يا اما يكون موثق معاهم بالوحل، او لا غادي يديروا لك شي مونتيف اللي غادي يخرجوك فيه. كطلب الله يا ربي غير التعادل، غير الشرف ديالي يرجع. وهادو هما النقط ديالي. النقط ديالي هما الحاجه ما كاينش الدوله ما فيهاش المحاسبه، اللي غلط يتحاسب، اللي غلط ياكل العصا، ما كايناش في الدوله. ثانيا الشعب مكلخ تيصوت على الناس اللي هما مكلخين، ما كيختاروش الناس اللي هما او نيفو اللي يقدروا يدافعوا على حقهم ويجيبوا. الحمد لله ان عندنا ملكيه. هذه الملكيه هي اللي على الاقل كتردع شويه، عندها واحد البوفوار باش كتردع. اما لو ما عندناش الملكيه كون ركنا بحال الجوار. وصافي هذا هو المداخله ديالي، وشكرا. واخا اختي الهام شكرا. انا نهبطك دقيقه. دقيقه او بوحدك. واخا اختي الهام قلتي السرقه ديال البرلماني واخا يدي فيلا والاخر البارونات الكبار وكذا شي، لا سرقه مع الاخر. مني قلتيها بالدنمارك، انت عارفه انها اذا وحده ديال الدنمارك ولا السويد انا ما نعرف شكون عمرت 50 ديال الاورو ديال المازوط حيت ما نسات الكارت كيشي ديالها الشخصيه، عمرت بالكارت كيشي ديال الدوله
وقيل رئيسة الوزراء ولا شي مهم شي حاجه بحال هكا، واضطرت على انها تقدم الاستقاله ديالها حيت ما كانوش عندها الفلوس في هذيك الساعه، حتى المول البومبا ما خلاهاش تمشي. سرقه اما البارونات اما كذا. اذا هذيك البرلماني اذا خلينا يسرق الفيلا من غادي يدوز 20 سنه في السلطه راه يقدر يولي بارون من بارونات السرقه. المحاسبه عندنا، المحاسبه اختي الهام فهمتين في السويد. انت كاين المحاسبه عندنا اللي خصنا مزيد من المحاسبه. المحاسبه عندنا، وكانت معنا واحد السيده وقالت لك راه ما عرف شكون ديال الفاس اللي خرب فاس راه هو كيضرب في الحبس دابا. يعني كاينه المحاسبه، يعني ما عاوتاني ما نركزوش على النقاط السلبيه فهمتيني. كاين الناس كتخدم وبشرف وبالحلال ديالها وبالوطنيه ديالها حيت باغا الخير للبلاد، هادو ما نساوش نذكروهم. وقلتي ان الشعب مكلخ، ما نكلخوش كلشي اختي الهام فهمتي. حنا راه ماشي كلشي مكلخ، الا راه نولوا بحال الجزائريين فهمتي. الحمد لله كاينه واحد الفئه اللي كتعرف تناقش، كتعرف تصوت، كتعرف المسؤوليه، كتعرف كلشي. اذا قلنا كلشي مكلخ راه ما كيحكمناش اخنوش، راه كيحكمنا تبون ولا شي واحد بحال شي قريحه ولا شي حاجه بحال هكا. قصحتني في راسي في شويه في قلبي هذه اختي الهام، ولكن ما كاش مشكل برك. نقطه رجع السطو. تفضل اخي مرحبا بك. السلام عليكم الاخوان. المهم لنا عوده اختي الهام راكي مغربيه وعارفك يعني كتهضري بحال كما كنهضروا، راه حتى واحد ما غادي نزيدوا عليه ولا شي حاجه، راه ماشي زعما مساله شخصانه ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله راه حتى انت عندك ما يتقال. بالنسبه لهذيك المساله ديال المكلخ انا ما عجبتنيش، ولكن ماشي مشكل، ربما هي ما قصدتش بها يعني شي حاجه. لا ما كاينش مشكل. انا اختي الهام هذه راه اختي الهام نعم عندها شي نعم ملاحظات وشي مداخلات نعم كذا شي فهمتي. غير دابا غير نعم باش ما تفهمش هي غلط واحد وكذا شي المساله نكون ديال انا هو سمير، المسؤول فهمت. واحد المساله حيت انا ديال طلع سمير عندي وغادي نعم تجلدني وتقدر تدابز معايا، اما دابا يقول لي شي واحد شي حاجه في الكومنتيرات هذيك الشيء اللي ما كنتقبلوش. كمل اخي نقطه رجع الصوت تفضل. واسمح اختي الهام الا قلت شي حاجه، بالعكس راكي عزيزه وراكي بحال اختي ورحنا خوتنا المغاربه الحمد لله. المساله ديال اللي قالت لك مثلا ديال سمير وديال العمودي وداك الشيء، راه ماشي في الوقت ديال اخنوش فاش تفوت، يعني باش نصحوا واحد ربما شي ناس ربما انت ما عارفاش اختي، راه ماشي في الوقت اخنوش يلاه عامين هذا باش طلع وزير، يعني رئيس الوزراء ولا وزير اول ولا هو رئيس الحكومه، يعني راه هو يلاه طلع. هذيك المساله ديال سميتو راه داز في واحد الوقت اللي ما كانش هو كان في الحكومه، ولكن كان في وزير الفلاحه، يعني ماشي هو اللي دوزو. وديك الابناك وداك الشيء كانت الدوله دخلات فيها، هذه بشجعات المستثمر، هذيك هضره اخرى. يعني الناس خصهم، انا متفق معك، دوك الناس اللي داروا ديك الصفقات خصهم يتحاسبوا. ما يمكنش تجيب لنا واحد الانسان ما عندوش فلوس وغاد الابناك المغربيه غتضمنوا باش غادي. هذه متفق معك، هي كانت صفقه مشبوهه، ولكن راه ماشي اخنوش اللي دارها. انا ماشي كندافع عليه هنا ولا لا، هما لا هو يحسبوه، يعني من دابا نقدروا نحاسبوه كرئيس حكومه اشنو قدم للشعب المغربي واشنو ما دارش. المحاسبه راه كاينه، وصاحب الجلاله راه قالها، ربط المسؤوليه يعني بالمحاسبه. ومن حنا انا كان الهضره ديالي اختي هي والاخوان ديالي، باش ما نكونش زعما معاك انت، راه الاخوان ديالي ربما نغلط صحوا لي، اشنو كتعني بربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ راه ماشي كنحاسبوا حنا مثلا غير ذاك الوزير او ذاك المسؤول الكبير، راه كتمسك عندنا ديك المسؤوليه في المحاسبه حنا كمواطنين. واش انا مثلا داير الدور عند عند الجزار او عند الخضار او مثلا ما عرف شنو، وكيجي واحد المواطن بحاله وما كيقولش حتى السلام عليكم وكيدخل يسبقني، واش هذيك ما خصناش نحاسبوا؟ هذاك من تما كتبدا، مازال ما مشيناش حنا للتصويت ولا غير من تما. انا كمغربي حشومه نسبق الناس دايرين الدور ونمشي نسبقهم، وحنا كنقولوا لا معليش هذاك غير راه ولد فلان، لا هذاك راه ولد الفقيه، لا ولد الفقيه في الجامع مزيان مع احتراماتنا للفقيه، ولكن تما كيسري عليه القانون وغنحاسبوه. لا خويا رجع للدور، دير الدور بحال عباد الله. نمشيو هذه غير مساله من تما كتبدا في الممارسات ديالنا اليوميه، كتبدا المحاسبه. وانا قبل ما نحاسب الناس المسؤوليه ديالي ونحاسب راسي، حشومه نلوح الزبل في الزنقه، حشومه ندير نصدع جاري، راه من تما كتبدا. حيت كتكون عندنا واحد الوسوس من اعلام المجتمع راه غنمشيو. وهذه الفكره اللي قلتي اختي فعلا هنا في اوروبا، ان واحد الانسان مثلا دار واحد الجيست، واحد السياسي على هذا راه كيديميسيوني. علاش؟ حيت هو صغير تربى ما يبرزش جارو ل10 الليل ولا 9 على حساب لي نورم ديال كل دوله اوروبيه، ما كيديرش صداع، ما كيلوحش لابوبيل حاجه في الزنقه. هذاك قبل ما نحاسبوا حنا الاخرين، حنا بعدا خصنا نترباو شويه، ومني انا ماشي نتوما، راه حتى انا معاكم. يعني خصنا نحاسبوا راسنا، نكون انا مسؤول كمواطن مسؤول،
ونحترم القوانين وما نديرش مخالفه، ومن بعد نقول لذاك البوليس هكا 100 درهم وطلقني، او لا ندير واحد المخالفه نمشي ذاك العساس في السبيطار نقول له 100 درهم سبقني. يعني انا خصني نحاسب راسي، انا راه خصني يطبق عليا القانون اصلا. الا شدوني كنعطي الرشوه او لا كنخرق القانون راه انا مسؤول وخصني نتحاسب. راه ماشي دائما ربط المسؤوليه بالمحاسبه، زعما كنشوف الموظف من طبيعه الحال خصو يتحاسب، ولكن حنا كمواطنين في غير ذاك الحياه اليومي ديالنا خصنا هذا المبدا نبداوه ونطبقوه. انا نحترم الناس اللي قدامي. درت اللي دار ذاك المثل المغربي كيقول لك اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، هذه ربط المسؤوليه. انا درت مخالفه خليهم اخويا، انا ما يقدرش خويا داير مخالفه وغيعيط لي يقول لي راه شدوني عافاك انت كتعرف الوكيل ولا كتعرف الوزير توسط لي. نهار فاش كنتوسط ليه وغدا نقول لهم لا علاش الوزير دار، راه انا كنكرس هذيك النظريه ديال يعني لا معاقبه لهذاك اللي دار الاخطاء. يعني كنعكسها، كنولي لا مسؤوليه. يعني ما كنحترمش هذا المبدا. خصنا نبداوه من روسنا. وباش ما نطولش اخوتي نمشيو عاوتاني للمساله ديال السؤال الجوهري، هو فين كتمشي المداخيل ديال الدوله. من حقنا نعرفوا، وهذا راه من الدوله قالت لك الحق في المعلومه. كاينين مساطير، كاين البرلمان كيهضر، كاينين ادارات اللي مختصه في هذه المسائل هذه كتجي وكدير الميزانيه. وراه من حق مثلا اي مواطن طالب ماشي كمواطن. وعلاش كيقول لك مثلا الدوله ديالنا كتقول لك نخرطوا في المجتمع المدني، الجمعيه ديال الحي او لا واحد الجمعيه مثلا اللي دايره. كان عندنا جمعيه محاربه الرشوه، عندنا جمعيه مراقبه المال العام، عندنا جمعيه حقوق المستهلك. حنا كمغاربه ما منخرطينش فيها. انا كمغربي اللي كنهضر معكم والله ما منخرط حتى حاجه، رغم ان هذيك الجمعيه راه ما تدارش غير الناس اللي مثلا في الرباط او لا في كازا او لا في طنجه، راه تدارتنا حنا المغاربه كاملين. علاش ما نخرطوش فيها؟ ما ساكو تغيان سي غاتوي. انا براسي راني داير خطا وكنعترف انا كربط المسؤوليه. علاش ما نخرطش ونشوف ذاك الميثاق ديالها واش من حقوق اللي غادي تخول لي ديك الجمعيه، او لا مثلا اي جمعيه اللي كتهم المجتمع المدني وعندها واحد القيمه ديالها في البلاد، علاش ما نخرطوش فيها؟ مادام القانون عطاني حقي فيها وتما كنربط اللي كتهضر على الرشوه. نعرف شنو هي الرشوه، شنو هي الممارسات الاخلاقيه، كيفاش نفعل المسطره الا واحد الانسان شتو كيعطي الرشوه، او لا انا كموظف هذاك اللي بغى يعطيني الرشوه نعرف وتكون عندي واحد المصداقيه، لان راه كتكون عندك بحال ديك الانخراط في ديك الجمعيه. علاش ما حنا كنبقاو نقولوا ديك الجمعيه راه كاينه في الرباط او لا في فاس او لا في كازا وراه خلاها ونسبوا في هذاك الرئيس ديالها لا ما دار والو. هو بشر يقدر يخطئ، ولكن حنا كمغاربه هذاك حقنا. نهار يخطئ حتى هو نحاسبوه. نخرطوا في الجمعيه ديال المجتمع المدني اللي عطاها لنا الدستور وصاحب الجلاله عطانا باش نفعلوا هذه المسائل. حيت انا الا نخرط مثلا الجمعيه كاينه في الرباط وحنا 80 في طنجه و1000 كاينه في الداخله و7000 كاينه في الدار البيضاء وكنشوفوا شي حاجه، راه كيكون عندنا واحد لاجونس مثلا او لا واحد الفرع في الدار البيضاء وكنمشيو وكنديروا واحد الجمع اللي مرخص ليه قانوني وكنناقشوا ديك المساله في مقر الجمعيه وذاك الرابور كيتصيفط لهذا. نفعلوا هذه المساله باش نحميو الحقوق ديالنا ونتحاسبوا حتى حنا على مواطنين ربما نخالفوا القانون. علاش نقدروا نخالفوه بزاف ديال الحوايج؟ ما يمكنش حنا غادي نجيو للزنقه ونديروا لا لا لا, لا, لا. داك الشيء مؤثر قانونيا في الحقوق اللي عطاها لك المشرع المغربي، في الحقوق اللي كيضمنها لك الدستور راه كاينين، ولكن حنا ما كنفعلوهمش اخوتي. والمساله ديال الفوسفات فعلا كاين اللي كيقول لك هذه الهضره. انا راه عطيتكم السياق التاريخي كيفاش جات هذيك الفكره مداخل الفوسفات. واش المغرب انتم كتشوفوا عنده غير مداخل الفوسفات؟ ما عندوش المداخل ديال الصيد البحري، ما كاينش العائدات ديال السياحه، ما كاينش العائدات ديال يعني المهاجرين اللي في الخارج واللي انا واحد منهم السي احمد والاخت اللي كانت عندنا النقره، عندنا الفضه، لا عندنا بزاف المعادن. لا غنعطيك غير مثلا هذه المسائل هذه. واش حنا دابا غادي نقولوا كتجي مثلا واش ما عندناش بزاف؟ كاين المعادن، كاين مثلا دابا تصدير الثمن ديك العمله الصعبه اللي كنديروا من التصدير ديال السيارات اللي عندنا دابا في المغرب. حتى هذيك راه ولات ثروه ديال ثروه ديال المغرب. حتى هذيك راه مثلا تصدير السيارات واخا هو راه كيتسمى من شركه اجنبيه مستمره في المغرب، ولكن دوك الفلوس اللي كيمشيو راه كيبقاو في المغرب. هي من بعد كتهز واحد البورسونتاج ديالها وملتزمه بداك اللي كيتسمى سي بي سي، يعني دفتر التحملات. كاين دي برودوي شارج، راه كاين واحد الكونطرا ما بين الدوله وما بين هذوك الشركات. ها شنو غدير؟ ها البورسونتاج اللي تقدر تخرجيه اون ليكيد او لا ما غتخرجيش، ها المده شحال غتبقى عندنا واحد 10 سنين او 15 نقدروا نعطيوك الارض. راه كاين الناس اللي كيفهم كيقول لك راه عطات الدوله مثلا للشركه اكس عطاتها الارض فابور، ما عطاتهاش الارض فابور، عطاتها غير معفيه من الكراء، بحال الا معفيه من الكراء لواحد المده ديال 10 سنين. الارض ما عمرها غتكون ديال هذيك الشركه، الارض كتبقى ديال المغاربه وديال المغرب. عطيناها فوتناها لك بشروط، غادي تخدم لنا واحد اليد العامله، غادي دير لنا هذه، كيكون بزاف ديال السي بي اس. حنا
كدوله كتعامل رابح خص الدوله تربح، اليد العامله، الاستثمار، العمله الصعبه، عندها واحد الاستراتيجيه ديال كتخدمها، وفي نفس الوقت هذيك الشركه اللي غادي تجي عندنا راه خصها تربح، من طبيعه الحال خصها تربح، راه خصها الا ما ربحاتش غتخدم عام ولا 6 شهور ولا عامين وغتشد وغتمشي وغتخلينا واحد الطوابير ديال البطاله وتخلينا واحد الازمه. وفي نفس الوقت هذوك الشركات اللي كيدخلوا كمستثمرين راه كيكريو لنا واحد نقولوا حنا مراكز ديال التكوين اللي ربما بالمجان. حنا مثلا فاش دخلوا الشركات اللي كيديروا ذاك الكابلاج، واش كانت عندنا حنا تجربه في الكابلاج في المغرب؟ دخلت شركه فرنسيه، دخلت شركات امريكيه، شركات جابونيه، ما واخا نقطه نعم. دقيقه نقطه، شد لي الماء نعم. شويه، ارتاح شويه، اشرب لي شي كاس الماء، خليك معايا. انت هو اللي كتبان لي، انت هو الضيف ديالي، انت هو اللي غادي انت هو الاتجاه المعاكس. دابا خصني نلقى الاتجاه المعاكس الاخر. عامر الشعري، منال، اهلا وسهلا ومرحبا وسلموا عليك اليوم في الصباح. السلام عليكم اليوم خويا هضرنا عليك اليوم احمد. الصباح في واحد البلاصه وسلموا عليك وقلت لهم كيكونوا معنا وكداشي ومشرفين وكداشي، وان شاء الله يكون يسلم خير. عليهم الخير والرحمه وشكرا لكم بزاف، وتانا كنسلم عليهم. وفعلا حتى انا دخلوا عندي ناس وكان الدعم مزيان. المهم عرفنا بانهم راه المغاربه ماشي كلهم خاوه كما كيروجوا هذوك الناس، ماشي هذا هو موضوعنا وبناش نهضروا فيه. المهم شكرا لهم بزاف. انايا كنساند هذا الاخ فهضرتو 100%. اللي بغيت نزيد عليها هو كلمه واحده، هو الجهل. المغرب كيغزوه الجهل، حنا ما كنعرفوش حقوق اللي علينا، اغلبنا ما عارفش الدستور اشنا هو، اش فيه. كنسمعوا بشي حاجه سميتها الدستور، ولكن باش نقراوه ونعرفوه ما عارفينوش واش كاين ولا ما كايناش. يعني باش نعرفوا الحقوق اللي علينا والماده اللي خصني نستخدم في الوقت المناسب يعني حنا ما عارفينش الدستور ديالنا. انا هذه هي النقطه اللي غنزيد على كلام الاخ وانا معاه. وكما قال عندنا بزاف ديال التنميه في المغرب وبزاف الاستثمارات، بصح حنا ما عارفينش الثروات فين كتمشي، ولكن كاينين محاسبات. والاخت الهام دوات على المحاسبه، كاين المحاسبات. واكبر دليل هو داك النائب ديال حد السوالم اللي كان ما عرفش اختال 17 مليار ولا ما عرفت شحال وتعرض للمحاسبه القانونيه. يعني هذا اكبر دليل على انه راه كتكون محاسبات. والحمد لله اننا في دوله ملكيه. لو كنا في دوله اللي هي جمهوريه بحال باقي الدول بزاف منهم كنا متشردين وكانوا اموالنا يعني كنا افقر من هذا الشيء. الفقر ما كاينش في المغرب، كاين في جميع الدول، والفساد كاين في جميع الدول. واللي بغيت نقول فسميتو حنا خصنا نعرفوا اش لينا واش علينا. في ايامات الانتخابات كنساو حنا باننا مواطنين مغاربه وخصنا نقولوا لا لذاك الشخص اللي ما نافعناش. ما كنعرفوش داك الشخص كنوضو كنصوتوا عليه، ما كنعرفوا المستوى الدراسي ديالو، ما كنعرفوه مغربي يعني من منطقتنا عارف المعاناه ديالنا ولا من منطقه اخرى جاي باش يفرق كما قالت الاخت 200 درهم. انا كان الكلام اللي قالت الاخت على الرشوه اللي كيشدوا معاها فيها، ان الشعب مكلخ ماشي مكلخ، وانما الجهل. يعني بزاف الناس ما قاريين ما عارفينش حقوقهم، ماشي مكلخين، بالعكس. احنا يعني ما مكلخينش ولكن اذكياء. واكبر دليل اننا رغم الفقر ورغم الفساد ورغم كل شيء الا ماشي بلادنا القدام. يعني هذا الشيء اللي بغيت نقول، يعني ما عندي حتى اضافات على هذا الشيء، على الكلام اللي قال الاخ اللي تحت مني. وشكرا لكم بزاف. ونزل نخلي شي حد يطلع ربما يكون عنده رأي مختلف. شكرا اختي ومنال، تحياتي ومرحبا بك دائما. فهاد الساعه حتى شي واحد ما السلام طالبكيش، بغيتي عليكم. تبقى شد المايك وخليك معنا. سي حسام مرحبا بك، اهلا السلام وسهلا. عليكم نهار خويا كبير هذا، احمد. تفضل اخي اول حسام. مره وعليكم السلام ورحمه الله. ماشي اول مره كنطلع اللايف، مي ما كتاحش لي الفرصه نطلع معاك، نطلع اللايف ديالك. كنسلم على اختي عامر الشعري اللي كنهنيها على التدخل ديالها البارح مع الاخ الشرعي اللي دخلت واحد التدخل يعني كان عجبني بزاف، وكنهنيها وصيفط لها واحد الرساله، يعني رساله للتهنئه، لان كنت حضرت لها في اللايف اللي كانت جات شافت الشرعي اللي كانت في الداخله. كنت في اللايف ديريكت، كنت حضرت لها. وكان كنسلم على الاخ تا هو نقطه ورجع للسطر تا هو كذلك هو مثال. بارك الله الاخ فيك. الضيف والاخ الضيف تا هو بغيت نعقب، ربي ولكن يخليك خويا الاخ وشكرا لك. وما شفتش كنعتذر، ما شفتش الرساله حيت بزاف الناس معليش تواصلوا معايا، وان شاء ما الله كاين حتى غنشوفها مشكل، وغنرد عليك. ما كاين حتى وكلكم مشكل، خوتي، كلكم ما خوتي، كاين حتى وكلنا مشكل. الحمد لله. يعني انا نقطه وحده كتجمعنا هو حب الوطن. انا كنت في اللايف
ملي كانت بنتك كانت تصورات مع الاخ الشرعي، اييه ملي فاش كنتي مشينا جيتي عنده اييه مع للفندق مشيتو اييه. عنده الفندق وتصور معها ولا شي. اييه المهم خلاصه القول، كنشكر الاخ احمد لضيافته واللي قام به، ما كانتش تحت فيها فرصه باش نشكرو داكشي اللي قام به وكل شيء اللي قام به، وكنشكر العائله ديالو وكل شيء. انا بغيت نعقب اولا على الاخت اللي دخلت قبيله اللي قالت بان كاين واحد سميتو الرشاوي من طرف يعني الناس اللي كينتخبوا على بعض الناس اللي ما كيستاهلوش، وهذا من باب الجهل كيف قلتي انت، من باب الجهل. وهذا ما يمكنش نحيدوه للاسف الشديد، ما يمكنش لنا نحيدوه بواحد كي كيقولوا بعصا سحريه. غادي يبقى ديما هذا الشكل هذا حتى يتحيد واحد شويه الجهل، ولا غادي يكون ولا نكونوا واحد سميتو. انا ما عايش في المغرب للاسف الشديد، عايش في فرنسا، ولكن عشت في المغرب ما كانش بزاف هذا الشيء. كانوا الناس يعني واخا هكاك كانت الدنيا احسن. ما سهلش الله، جينا خدمنا هنا في بلاد اخرى. المهم اللي بغيت نقول هو ان السيد نقطه رجع للسطر قال داك الشيء اللي كنت باغي نقول من ناحيه ديال اش كيقول ليه الهيئات الاجتماعيه وداك الشيء. لان كاين بزاف ديال الهيئات الاجتماعيه في المغرب للاسف الشديد ما كينخرطوش فيها بزاف ديال الناس، ما كيدخلوش ليها رغم انها مجانيا، وفي الاخر الناس كيبداو يبكيو وكيقول لك علاش هذه وما عندناش الحق في هذه وما عندناش. كيفاش بغيتي يكون عندك الحق وانت كتخلي حقك كيمشي لغيرك؟ خصك تدافع على حقك، خصك تدخل الاجتماع، لان كيقول لك سميتو يعني اللي كنتي متحد. اذا كان الاتحاد قوه، ملي كتكون في واحد الجمعيه راه كتكون قوي، ملي كتهضر كيسمعوا لك الناس، ملي كتكون بوحدك تبقى تغوت يصبح الحال ما كاينش اللي غادي يسمعك. ملي كتكون مع واحد الجمعيه راه كلشي كيسمعك، يعني عندك شي مشكل نسمعوا لك، قلتي هذا كياكل لك فلوس راه سيدي اجي نسمعوا ليه، غادي نشوفوا هذا السيد واش عنده الحق، واش هذا السيد كياكل فلوس الناس ولا لا. انت ما عندك لا جمعيه لا والو، في الاخر كتبدا تقول هذه، كتقول ما عنديش خدمه، هذا ما دايرش ليا خدمه، ما عاطينيش، عندنا خاصنا هذه، خاصنا في المدينه ديالنا هذه، خاصنا هذه. المهم راه داكشي اللي تكلم عليه ما غاديش نعاودو. المهم انا كنت باغي نهضر في هذه المسائل ديال الجمعيات. ما المهم السيد نقطه ارجع للسطر، هو حل المشكل، حل سميتو المساله بطريقه هو ادرى بهذه المسائل. كي كيقولوا اهل مكه ادرى بشعوبها، هو عايش في المغرب وعارف داك الشيء احسن مني. المهم انا طلعت غير باش نحييك ونحيي الاخوان الكرام، نخليك تطلع ناس اخرين. وشكرا على التحسين ديال الفرصه باش نطلع. شكرا خويا احمد. مرحبا بك دائما اخايا، انت كتعرف لا يخطيك، بارك الله فيك. اللايف بعض المرات كاين النقاشات كيطوالوا وكل ما شيء كاين حتى مشكل خويا، وما كرهناش يكون بقينا 24 ساعه، ولكن لا طلع هو ما كاين حتى مشكل خويا. مرحبا غادي بك السي حسام نخليك تطلع دائما. ناس اخرين. بارك الله فيك. مرحبا بك. ما كاين حتى شي واحد طالب هذه الساعه هذه، ما تخافش. الموضوع هذا ما كيهمش بزاف، ما كنهضروش في الاعراض، ما كنفضحوا حتى شي واحد، ما حتى شي حاجه شي هو ما كايناش، فهمتي؟ انا داكشي ديال غير هنايا غادي نوقف السي حسام وغادي نوجه واحد الشكر ديالي الكونت الاخ ولا الاخت شوشو ادم الريسيتا غرانولا سهيل ثم قال ماذا الى ماروكان، هما اللي كبسوا. حتى انا كنشوف انا التكبيس كيفاش غادي وكنشوفوا الناس اللي كيحبونا والناس اللي كيدعمونا، وحتى الناس اللي كيساليو لينا حتى هما كنشوفوهم باللوجيسيال الجديد الحمد لله. لهذا شكرا. هذه النقطه هذه ضروري ما نقولوا هاد الناس هذوك حيت كيدعمونا، والناس اللي يسردونا اي ورده حتى هما. راه بديت بالحساب معطل والسلام. ضروري اخاي نقدر نرجع للسطوره صاحب جراد، انا راه ما كنزهقش، حيت هنا ما كنهضروش الا الاعراض، ما كنخطيوش، ما كنخسروش الهضره، ما كنقولوش هذيك الكلام الفاحش. كنهضروا في مجال التوعيه ديال المواطن المغربي في الحقوق ديالو اللي عطاها له الدستور والمشرع المغربي، فهمتي؟ كنقولوا له اخي المغربي، ها الاموال ديالك انت اللي كتسقسي كل نهار فين مشات وفي دات وفي كداشي، وها الناس كيقولوا لك فين مشات، ها الدليل وها المساطر وها اليه المحاسبه. ولكن اذا بقاو معنا غير 30 الناس وفهموا الميساج كيفاش غادي، اقسم بالله العلي العظيم لما داز نهار عندي عجيب اليوم. سي شكيب لك الكلمه، تفضل. السلام عليكم مره اخرى. شكرا. غير دابا خلاصه اللي غادي نقول انا دابا، حيت دخلت شي جوج مرات دابا، هذه الثالثه.
كنتمن هذه البادره هذه، وكنعتبرها انها واحد الخطوه اننا بعدا ما بقاش عندنا ذاك الجدار ديال الخوف من كما كنا كنعرفوا من بكري. المخزن الحيط كيسمع عندك. انا راه غير هذا الشيء تا هو راه واحد التطور حصل اللي كيخلي بحال هذوك الناس كيقلالوا، هاد الناس اللي كيشفروا ولا كيديروا داك كيصرفوا الاموال ديال الدوله في كيف ما بغاو. راه ولا واحد التخوف، ولا غير ديك الخرجات ديال دوك اللجان ديال المراقبه وديال ملي كتمشي مثلا واحد الجماعات متهومه بشي حاجه وكيخرجوا لها دوك المراقبين ودوك القضاة كيمشيو كيبحثوا. راه خصك تعرف الرعب اللي كيكون في هذيك الساعه في هذوك الناس اللي مسؤولين تما. راه مده كتكون هذيك 6 شهور ولا ما عام ديال البحث، وعاد كيتسناو التقرير غادي يجي من هذا. راه واحد عامين وحتى ما كينعسوش. كونوا على بالكم راه هادشي راه كاين. غير كيفاش فين كتوصل هذيك داك التحريات وداك الشيء. راه اللي كيكون داير شي حاجه اللي واضحه اللي مفضوحه راه ما كيزقلوش. باش نقولها لكم، وهذيك القضيه اللي قلتي السي احمد ديال السيد اللي شاري داير الطوموبيله ديال لوكس هذا، راه الغلط ماشي ديالو تا هو، الغلط ديال هذوك النواب اللي مع هذوك اللي صوتنا عليهم كيديروا مافيا. النواب اللي معاه داهم. انا نقول لكم حيت انا متبع، مشاو لفرنسا في واحد البعثه ديال التوأمه. انت كتعرف هذيك الشيء، ديك التخربيق ديال شي توأمه ولا شي حاجه بحال هيدا، ومشاو المهم مشاو كاملين بهم. مشات معاه الحزب ديالو والمعارضه، المهم مشاو شي 8 بهم. ضرب لي انتينا الفيزات، ضرب لي انتينا الاوطيلات، الماكلات، كلشي على حساب جماعة العرائش ولا بلدية العرائش، وعلى حساب المواطن العادي. نعطيكم غير مثال اخوتي. المدينه القديمه ديال العرائش اللي العمر ديالها اكثر من 500 سنه كطيح طريفات. علاش؟ حيت البلديه ما باغيه دير والو، والرئيس ديال الجماعه ديالها، انا كنقول انا ما كنسمي حتى شي حزب، ولا انا ولا شي واحد في العائله ديالي، والرئيس ديال جماعه العرائش شرى طوموبيله الثمن ديالها يقدر ب 40 مليون مغربيه، اللي يقدر يخدم به 5 ولا 6 ديال الناس او حتى 10 الناس لمده اكثر سنتين. وهذيك الناس هذوك هما عائلات او رؤوس مفتوحه خدامين في الحلال. هادو غير امثله صغيره كنعطيوها. انا كنهضر دائما في اطار نحن لا نتبلى. بغيتو التصويره ديال الطويله ديالو نجبدوها لكم من واحد الصفحه من اليوتيوب وهي محطوطه. الاخوان غادي نتوقفوا هنايا. المداخلات جميله، عندنا بزاف نقاط استفدنا فيهم. خير الكلام ما قل ودل. حنايا ماشي ما هذيك النوع ديال اللايفات اللي كنبغيو نستقطبوا المشاهدات ولا نطلعوا شي حاجه. حنا عندنا هذيك اللايف الصغير اللي تكون من واحد العائله، كنبغيو ننشروا الوعي بيناتنا، حيت اذا تنشر وعي بين 30 الناس، هذوك 30 الناس غينشروا في واحد 3 الناس واحد اخرين، وهكذا دولي. يعني غادي تولي واحد السلسله الراس ديالها بدا في هذا اللايف، واخر واحد ان شاء الله هذيك الانتاج الانسان اللي غادي يتمر فيه هذا الوعي وهذا الجهد وهذه الطاقه وهذا الوقت وهذا الشيء هذا كامل اللي حنايا كنستثمروا فيه. كنشكروا الاخوان كاملين بهم اللي ساهموا معنا، طلعوا عطاونا الافكار ديالهم بكل احترام بكل موضوعيه، بالمعلومات اللي كيجيبوها لنا، بالاداب ديال الانسان المغربي. والله العظيم لما كيتسالاو لي الكلمات باش نوصف خوتي المغاربه اللي كنبغيهم وكيبغيوني، وحتى المراركه اللي كنحسبهم حنا الخليط مع هذيك الدوله هذوك حتى هما كما صبرنا 47 سنه على الحماق، علاش ما نصبعوش على المغاربه. ودائما خوتي نتوما كتعرفوا هذا اللايف هذا ما كنهضروا في اعراض الناس، ما كنتقدوش لا الاشخاص ولا حتى شي حاجه، ولكن دائما اي فكره كطيح هنايا كنقدوها ننتقدوها نقلبوها نشقلبوها، لان الشعب اصبح يحلم. الشعب ولينا كنبغيو نعرفوا، الشعب ولا كيشوف المستقبل وكيتعلم من الدروس الماضيه. تحيه طيبه لكم، تحيه طيبه، شكرا اخي الكريم. شكرا اخي الكريم. على خاطرك غير واحد الكلمه اخيره مع الاخوان هنا، غير واحد الكلمه. تفضلوا كاملين بكم كلمه اخيره. غنعطيك واحد الكلمه ما تطوليش اخي نقطه، راه حتى كطول. غنعطيك اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هذاك السيد اللي مثلا عندكم انتم في الجماعه واللي عندنا حتى حنا في البلاصه وكاين منهم عدد كبير، حنا كنهضروا دابا حنا ما فعلتوش. علاش اخويا دابا مثلا في المدينه ديالكم ديال العرايش ما يكونوش الناس منخرطين في واحد الجمعيه ديال حمايه المال العام ولا شي حاجه، وهذيك الجمعيه من حقها دير واحد الشكايه؟ ايوا تقريبا انا نجاوبك انا راه ولد المنطقه فهمت، راه محروق عليك. انا نعطيك، لا ماشي عليك انت. شو عطينا تقريبا ما لا يقل عن واحد 30 جمعيه
ما لا يقل. انا ما عرفتش العدد بالضبط، ولكن شفت الليسته وشفت كل واحد شحال كيدي من ملايين ديال الدعم، وكله من جمعيات واسماء اشخاص. واش فهمتي؟ اذا هاد الاشخاص هادو حنا المشكل في العقليه. ياك البارح شنو كان الموضوع؟ كان تبخيس الانسان والانجاز المغربي. ياكي دابا حنا يزيدنا الامتداد ديالو، زيدنا ربطناه باش نوصلوا لهذا الشيء هذا. واش فهمتيني؟ كاين واش دابا انسان واحد باغي يدير واحد الحاجه مزيانه و10 ما يخليوهاش، وتمشي الاداره فلانيه كاين الاخرى فلانيه، مشي عند غير الجيران ديالك على هضروا على الادارات، هذا يقول لك لا، هذا يقول لك كلاش، وكل واحد يشطب غير باب الدار ديالو. راه الشارع كامل من ماذا يتكون اي شارع في العالم؟ من بيوت وعمارات. واذا كل واحد شطب قدام غير هذيك 10 المتر ولا 20 متر اللي عنده، الشارع كامل هو نقي. كل واحد يشطب، كل واحد يشطب. انتم اللي كتسمعوا فيا خصوصا الدراري، ماشي انت، الدراري والفئه العمريه ما بين 15 عام الى 30 عام ولا 50 عام. اش كدير اخويا جالس كتفرج فيا هنايا؟ سير اخويا هوش الشطابه، هود الباب الدار ديالك. انا عارف كاين الاخوان كيديروها، عارف كاين الرجال كيديروها في المغرب، عارف الدراري كيديروها. هوز الشطابه وهود وشطب قدام باب الدار ديالك، وما تسيبش وماشي تشطب تسيب الجيران، لا اخويا، شمع الزبل ديالك وحطو في بيكا. هذا هو، هذه اول حاجه، هذه اقل، هذه درجه صغيره من الصداقه. تفضل اخت امنا اللي عطينا الكلمه الاخيره. انا كنت باغي نطيح اللايف ولكن دخلوني في مواضيع اخرى. تفضل. الكلمه الاخيره ديالي هو على قولتك، قلتي كل واحد يشطب فم بابو. انا متفقه معك، وهاد سميتو الا درنا هاد الاستراتيجيه الا درناها حتى مع اي واحد في الاداره فاسد ومشيت انا ولقيته فاسد، ومشيتي انت ولقيتيه فاسد، ومشى الاخر ولقاه فاسد، وقفنا التعامل معاه ووقفنا عند حده، اكيد غادي يتحاسب. كاينه ولا ما كايناش؟ لانه الا جيت انايا ولقيت هذاك الانسان فاسد وباش نفك مشكلي نعطيه الرشوه، وهذاك اللي من ورايا ما عندوش باش يعطي الرشوه، يعني راه في هذه الحاله انا ما كنقدرش اللي معايا. انا المهم كما كيقولوا راسي راسي، انا بغيت نفكها راسي وانت دبر راسك. عندك باش ترشي ما عندكش رجع مصالح كاع لا تقضى. لا، انا اللي عندي باش نرشي وانت اللي عندك باش ترشي، وقف مع اللي ما عندوش باش نوقفوا داك العامل يتبدل، داك الموظف يتبدل، داك المسؤول في اي اداره عموميه يتبدل، لانه انت خدام عندي. ماشي انت جاي محطوط تما كاينه باش تجيب عليا الجبروت ديالك والديكتاتوريه ديالك وتشد داك المنصب كانه تاعك، يعني رسميا ولا تاعك. انت راه موظف اي ساعه تبدل. انايا نوقفوا عند حد وانت توقفوا عند حد والاخر يوقفوا عند حده، اكيد غادي نديروا اليد في اليد وغادي نزيدوا بلادنا للقدام. حنا عندنا واحد الاستراتيجيه ديال انت يعني كل واحد وراسو. هذه هي الحاجه اللي باقي حنا ما تزوجناهاش في المجتمع ديالنا، يعني باقي ما تخطيناهاش، باقي حنا واقفين عند انا المهم نقضي مصالحي ومصالح الغير لا تهمني يعني. وشكرا. هذا هو واحد النقطه بقات من البارح. الا كانوا شي اخوه من اللي حضروا البارح ديال البارح طلعوا شي وحدين تيقولوا امنا لا تمثلونا. اخويا حتى انايا صاحب خوا لا تمثلوني. لا انا هذاك اللي تيقول خوا ما كيمثلنيش. ما تديرش الجمع وتقول خوا، قول خويا، قول اختي الجزائري خويا، ما تقولش خوا راه جمع. انا ما تيمثلنيش. اي واحد تيقول خوا لا يمثلني. هذاك اللي تيقول الخوا غنقول ليه كلمه وحيده وغنسكت. الله يعطيك العز اما الدل راك فيه فقط. هادشي اللي غنقول لهم. داك صاحب خوا الله يعطيك العز اما الدل راه عايش فيه. مادام انه اختك كتسب امك كتسب وباقي كتقول لي خويا، علاش ما طلعش تقول خوا البوني فو بن سديره اللي كيضل يقول على المغربيات فاعله التركات؟ علاش ما طلعش تقول له لصوفيا باللما اللي قالت المغربيات فاعلات في داخل المجد دراج؟ علاش ما طلعتوش عندها قلتوا قالوا لها الجزائريين سكتوا راه المغاربه خوا؟ علاش ما كيوقفوش تبون اللي في كل مره كيخرج ويقول الدوله اللي هو ما كيقدر حتى يقول المغرب؟ ما قادرينش. كتقولوا بانه 45 واحد مغلوب على امرها. لا راه حتى بن سديره راه عايش برا وكيعرف المغرب، راه ما عايش في الجزائر. وصحاب خوا ما كتمثلونيش، كنمثل نفسي. وانا البارح كنقول انا ما كنقولش انت ما جبت سميت شي حد. انا كنقول انا واي مغربي حر بحالي راه غيطلع وغيعبر غيعبر على الراي ديالو. طلع تما قول له طلع امنا لتمثلوني. البارح ما طلبتي حتى والله العظيم بردتي لي على قلبي.
ضد خاوه ما انا انا معاه، كنت في اللايف. وانا ضد اي واحد تيقول خاوه. انا ماشي معاه وما كيمثلنيش. ما خوتي ما خوتهم، بيني وبينهم حد، والحمد لله اللي كرمنا الله بانهم سدوا الحدود وجات منهم. وإلا جينا نعطيو النقط السلبيه كلها هي جات منهم ماشي منا حنايا. المراركه جات منهم ماشي منا حنايا. انهم كيقولوا جيران راه جات منهم ماشي منا. راه هما اللي سدوا الحدود، راه هما اللي كيهاجموا الحدود، كيهاجموا المغاربه، وهما ماشي حنايا. راه هما اللي طردوا المغاربه نهار عيد الاضحى ماشي حنايا. يعطونا حنا حاجه وحده درناها. حنا عندنا جزائريين عايشين في المغرب، عمرنا تهجمنا عليهم. واش عمر شي رئيس، سمحي لي اختي واخا قطعتك، واش عمرك سمعتي شي وزير ديالنا ولا الملك ديالنا هضر ولا نطق بكلمه يعني كتمس بسميتو بالمقدسات ولا بسميتو بالرؤساء بالوزراء ديالهم ولا بالرئيس ديالهم؟ صافي خلي هنايا طرحت السؤال هنايا، خليوه هنايا السي حسام، خليوه هنايا السؤال هذا. ما غاديش نطول، ما غاديش تدوز ليا ميم دقيقه عمرو. مع هذاك الرئيس ديالهم انا كنعتبره هو الرئيس شنقريحه، ملي قال يعني العدو الكلاسيكي هو المغرب. واش فهمتي؟ قالها يعني علنا، عمر شي واحد ما قالها في المغرب. يعني هذا قمه ديال سميتو ديال الحكومه ديال الجزائر قالها. يعني هما اللي كيبدا منهم الشر ماشي حنا. واش فهمتي؟ ومع ذلك عمر الحكومه المغربيه عمرها ما جبدات شي هضره خايبه تجاههم. يعني هما اللي كيبداو ديما بالشر. بالعكس اخي حسام، نشوف الخطاب ديال الملك، الخطاب ديال الملك الملك نصر الله. لا الاخ احمد الله يعاونك اخويا. سمحوا لي والله العظيم. شوف خير الكلام ما قل ودل. استفدنا هذا اللايف كامل اخواني نطلعوا في اللايف، نطلعوا في اليوتيوب دائما اللايفات مزيونين اللي كيطلعوا فيها الناس، دائما كيطلعوا الناس مزيونين وكذا شيء، ولكن اللي كيكونوا هيدا قصارين وفيهم معلومات بحال هيدا. اين ذهبت ثروه المغرب؟ اين هي اموال الفوسفات؟ باقي ما نتكلموا بزاف في هذا الموضوع هذا، باقي غادي نطرقوا له في اللايفات القادمه. كنوعدكم مفاجات قادمه ان شاء الله في اللايفات ديالنا. كنشكر بشكل خاص الاخوه اللي دعمونا كاملين بهم، اللي بارطاجيو، اللي كبسوا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. انا قلت بالاسماء واذا نسيت شي واحد ما سمحوا لي. درنا تجربه البارح بيني وبين الفرقه الجراديه، قلنا من الاخوان حتى واحد ما يكبس. نشوفوا هذا الحب هذا لهذا اللايف هذا، نشوفوا هاد الناس هذو اللي كيطلعوا يقولوا حمرتي لي وجه اخي احمد، هاد الناس هذو اللي هي اخي صاحب جراد لايف جميل، نشوفوا الدعم ديالو. والحمد لله اننا بعد ساعه ونص ما فوتناش 17000، وهذا ان دل على شيء يدل على تبخيس الإنسان المغربي والعقلية المغربية وكل ما يفعله أي شخص مغربي. تحياتي لكم جميعا إخواني أخواتي، أحبكم في الله. لنا لقاء بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. أعانك الله. شكرا للجميع. شكرا جزيلا. لن نتوقف، أعيدكم لن نتوقف. واصل. غير باش يفهموا الإخوان، راه حنا ما كنتخلصوش حتى شي حاجة من هاد الطاب وحتى شي حاجة، غير باش ما يطيحش اللايف، غير باش ما يجيناش السيناريو ويمشي الكون صافي. ما كاينش شي مشكل. الورده عرفتي شحال ساويه الورده؟ 0.01 سنتيم. لا الورده هي مجرد ما تقولوش باش هذا جوابا على الاخوان اللي سحب لهم حنا كنسترزقوا من هادشي هذا. ولا الورده هي رانا ما مخلصش حتى الكونيكسيون اللي عندي، ولكن غير باش نفهمهم والسلام. الدعم ديالكم غير باش ما يطيحش اللايف، باش الفكره تزيد تعم، باش الفائده تعم للجميع. راه ماشي شي حاجه والله العظيم، راه كيحركنا حب لنا الوطن والمغاربه اجمعين. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، ولنا لقاء ان شاء الله. مع السلامه. في امان الله. احبكم في الله. في امان الله. مع السلامه.